أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى في هذا التسجيل الجديد. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد لقاءنا بكم مرة أخرى في هذا التسجيل الجديد من أجل طبيعة الحال التواصل، ومن أجل كيف نقنع على إيجاد إيصال على إيجاد المعلومة، وتحليل كيف نقنع على إيجاد بعض المواضيع. الموضوع تاع اليوم بطبيعة الحال يكون موضوع استثنائي، موضوع كيف ما قنعت حال استثنائي بحكم بطبيعة الحال أن توجد على حال بعض القضايا داخل المغرب، قضايا كيف ما قلنا على حال عندها علاقة بحقوق الإنسان، وعندها علاقة على حال كيف ما قلنا على حال بعض السلوكات بطبيعة الحال معروفة بعض السلوكات على أي حال اللي كتمارس كيف ما قلنا على حال داخل المغرب على بعض الفئات، بطبيعة الحال داخل المجتمع بطبيعة الحال اللي هما كيف ما قلنا على حال عائلات، إخوة أخوات أمهات آباء مقربين كما تيقولوا على حتى في الدارجة حتى الشحمة في الشاقور، حتى اللي غير فقط بطبيعة الحال ريحة الشحمة في الشاقور ما خلاوش حتى هو بطبيعة الحال ريحة الشحمة في الشاقور كما تيقولوا بطبيعة الحال. كل هاد بطبيعة الحال هؤلاء موجودين كيف ما قلنا شحال في المغرب، اللي عندهم علاقات صلة قرابة أو صلة دم أو صلة صداقة أو حتى فقط غير الرائحة، ما عندهمش كاع علاقة بطبيعة الحال كيف ما قلنا ببعض الناشطين كيف ما قلنا على حال سياسيين أو معارضين كيف ما قلنا على حال كيتحدثوا على حال في الشأن السياسي داخل المغرب، أو أنهم بطبيعة الحال كيعارضوا النظام، موجودين على حال في أوروبا أو موجودين كيف ما قلنا على حال في دول أخرى كيف ما قلنا على حال. هاد الممارسات كيف ما قلنا على حال معروفة أصلا بطبيعة الحال معروفة على النظام المغربي. قلنا بطبيعة الحال أن الجهات بطبيعة الحال كتمارس هاد الممارسات كيف ما قلنا على حال تاع الظلم، الظلم بمعنى أن هاد الناس كيف ما قلنا على حال مكيستافدوش من القانون وما كيستافدوش على حال من الحقوق تاعهم كيف ما قلنا حال داخل البلد تاعهم لهاد الأسباب فقط، باش تعرف بطبيعة الحال واحد المستوى تاع الكراهية، واحد المستوى تاع الكراهية الشديدة، واحد المستوى بطبيعة الحال تاع الحقد، واحد المستوى كيف ما قلنا على حال تاع العجرفة وتاع بطبيعة الحال الفرعنة على أي حال بطبيعة الحال واحد المسألة بطبيعة الحال تاع الفرعنة على أي حال داخل هذاك البلد من جهات اللي هما كيسموها البنية السرية. هاد الجهات كيف ما قلنا على حال كتسمى كيف ما قلنا على حال بنية سرية أو بنية علنية أو أجهزة استخباراتية أو بطبيعة الحال كلاب كيف ما قلنا على حال تنبح، أو كلاب كيف ما قلنا على حال يتم كيف ما قلنا على حال الإرسال تاع على أي حال لخلق هاد المشاكل ما كيهمناش، بغيت نقول لك لا بنية سرية أو لأن أصلا هذاك البلد بطبيعة الحال تاعنا كيتسمى المغرب. هاد الموضوع مهم نتحدث فيه كيف ما قلنا على حال قبل ما نكملوا كيف ما قلت المواضيع تاع الاقتصادي والتحليل الاقتصادي والمالي على حال، لأنه مهم جدا، لأن كاين اليوم بطبيعة الحال تجاوزات كيف ما قلنا على حال في المجال تاع انتهاك حقوق الإنسان، وفي المجال كيف ما قلنا على حال تاع حرمان فئات داخل المجتمع من الاستفادة من القانون والاستفادة كيف ما قلنا على حال من الحقوق تاع على حال المشروع على حال. هاد الأسباب واش كيغطيو عليه الصحافة كتغطي عليه، الدولة كتغطي عليه، الجميع بطبيعة الحال كيغطي على هادشي بطبيعة الحال. فلهذا حنا هاد الموضوع هذا بطبيعة الحال خصنا نهضروا عليه اليوم، وخصنا نوصلوا فيه المعلومة على أي حال، باش البعض اللي هو يعتقد اليوم أنه كيصفي الحسابات في صمت، كيدير التصفية ديالو بطبيعة الحال تصفية حسابات على أي حال في صمت بواحد الوجه كيف ما قلنا على حال منافق للعالم، وجه كيف ما قلنا على حال تاع تصفية الحسابات على حال مع بعض الجهات هي عائلات بطبيعة الحال. واحد الشخص كيف ما قلنا على حال
عنده صلة قرابة أو عنده صلة صداقة أو عنده صلة دم أو عنده ما عرفتش شخص ناشط على أي حال في الخارج في إسبانيا، ولا ناشط على أي حال كيف ما قلنا شحال في أي دولة على أي حال أوروبية، أو ناشط على أي حال في أي دولة أخرى بطبيعة الحال من غير أوروبا، مادام بطبيعة الحال أفراد العائلة تاعو، مادام على حال الأصدقاء تاعو، مادام على أي حال الناس عندهم صلة قرابة بطبيعة الحال معاه، كنتقموا منهم. هذه كتسمى البنية السرية. أنا ما ديك البلاد كاملة ما تهضروش ليها على البنية السرية، ما تهضروش ليها على أي حال على الأجهزة، ما تهضروش ليها على دولة مخترقة. دولة كيف ما قلنا على أي حال مخترقة، ما فيها شي حاجة محظية. زعما كنهضروا على البنية السرية، كاين واحد البنية بطبيعة الحال سرية. ما البنية هذه السرية كتسمى بنية سرية، ما هما إلا أدوات تستغل في يد على أي حال، يعني كيف ما قلنا على أي حال كيتحكم في هذاك البلاد من الخارج. شكون كيديروا من نفسهم هادشي، هاد البنية السرية هادي بطبيعة الحال ما هم إلا أدوات على أي حال تنبح داخل هذاك البلد بطبيعة الحال. يعني فلهذا يعني لأن البعض فاش كيسمع دقات تاع البنية السرية كيسمع على شحال يعني العمل الاستخباراتي وكيسمع شي كيعطي واحد يعني كيف ما قلنا واحد الهيبة. هادشي ممكن تهضر فيه بطبيعة الحال بعض الدول اللي عندها هيبة وعندها استقلالية وعندها قوة وكتاخد القرار راسها وكتعرف اش كدير. درتي هي كتهضر بطبيعة الحال واحد البلد باقي مستعمر، باقي بطبيعة الحال مستعمرة. ننتقل على أي حال من استعمار إلى استعمار، ومن كيف ما قلنا على أي حال هيمنة وحماية إلى حماية. هذا ماشي بلد بطبيعة الحال. فلهذا بطبيعة الحال هاد الأشياء اللي كتحدث حنا عارفين أنها كتحدث وتحدث كذلك بطبيعة الحال في الصمت، إلى جانب كيف ما قلنا على شحال التجاوزات اليوم ماشي فقط كيف ما قلنا على شحال هادشي يعني يستهدف كيف ما قلت شحال الزوجة تاع يعني كيف ما قلت شحال تاع بو 20 اللي تم مؤخرا على شحال المنع تاعها من السفر. يعني الزوجة تاع يعني بطبيعة الحال بو 20 شنو هو الذنب تاعها؟ يعني السيدة غادي تسافر غتحضر بطبيعة الحال واحد الحفل التكريم تاع الزوج تاعها، يعني بطبيعة الحال من حقها يعني بحقها بطبيعة الحال تحصل على تأشيرة، من حقها تسافر لأي بلاد بطبيعة الحال بغات. منعوها بطبيعة الحال يعني كيف ما قلنا شحال الممارسات اللي كتمارس كيف ما قلت شحال هو 20 وكيف ما قلنا شحال الممارسات يعني في حق كيف ما قلت شحال الناس يعني الناس تاع الريف إلى يومنا هذا الاعتقال يعني بطبيعة الحال ساري، وممارسات أخرى كيف ما قلنا على شحال يعني هما خدامين كيف ما قلنا على شحال كيصفيو الحسابات، لأن الدولة لا زالت على أي حال يعني كيف ما قلنا على شحال كتمشى بهذا الأسلوب في المجال الأمني. في المجال الأمني باقي كتمشى بهذا الأسلوب بطبيعة الحال تاع الحقد، وهذا الأسلوب الحقد على الشعب، وهذا الأسلوب كيف ما قلنا حال تاع يعني كيف ما قلنا حال تاع العنصرية. باقي هاد الأساليب بطبيعة الحال كتمارس، ولكن حنا هادشي عارفين منين جاي. هاد الأمور اللي كتحدث في المغرب عارفين شكون يحاكمكم، وعارفين شكون كيتحكم في هذاك البلاد، وعارفين هاد السياسة اللي كتحط في هذاك البلاد، ونحن نعلم بطبيعة الحال أن هاد الأشياء كلها ستنتهي بطبيعة الحال في المستقبل. لأن الظلم يعني الظلم كيف ما كيتحدث عن الناس ما كيستمرش، الظلم ما كيستمرش، والشر ما كيستمرش، وديما كيف ما قلنا عليه شحال الحق راه كينتصر. ديما الكلمة تاع الحق بطبيعة الحال كتنتصر بطبيعة الحال. فلهذا هاد المسائل بطبيعة الحال خصنا نقولها لهم اليوم، نوصلوا لهم هذا الميساج على شحال. إذا كان هذا الميساج كيوصل على شحال باش يعرفوا أننا حنا إلا كنا كنهضروا في السياسة ولا كنهضروا على شحال في الاقتصاد ولا كنهضروا على شحال في يعني قضايا عالمية، لا ما نسيناهمش. حنا بطبيعة الحال ما نسيناهمش، غير كيف ما قلنا على أي حال يعني كيف ما قلنا حنا غاديين على حسب بطبيعة الحال الوضع الدولي. حنا غاديين بطبيعة الحال اليوم على حسب الوضع الدولي، على حسب بطبيعة الحال الوضع في المغرب، على حسب كيف ما قلنا الحال الوضع الاقتصادي والاجتماعي على حال في المغرب بطبيعة الحال. وهذه الأشياء كيف ما قلنا على أي حال مست كيف ما قلنا على أي حال مجموعة من العائلات ومجموعة كيف ما قلنا الحال من الناس اللي عندهم علاقات كيف ما قلنا على حال بناس خارجيين، ما نمشي يكتب معاهم، ما بحال كتواصل معاهم، عندهم علاقات قرابة إما ما كيلقاوش كاع هما. إلا كنتو نتوما دولة، إلا كنتو دولة، لأن هادشي تيقولك حنا راه دولة، هادو اللي في الخارج ما كتقدروش توصلوا ليهم، هادو اللي في إسبانيا وهادو بطبيعة الحال في ألمانيا وهادو بطبيعة الحال في بلجيكا وبطبيعة الحال في أمريكا وفي كندا وفي العالم، ما كتقدروش توصلوا ليهم لأن ما في يديكمش وعارفين القيمة تاع الدولة تاعكم.
عارفين يعني انتم حقاره، ما كتقدروش، الا ما كتقدروش توقفوا مع بحال كندا وبحال مع امريكا، توقفوا مع الاتحاد الاوروبي جابوا معاه. لان حنا كنعرفوا هذاك بطبيعه الحال كيف ما قنع الاتحاد، هذيك الحقاره تاعكم، هذاك المستوى بطبيعه الحال الحقير جدا، وهذاك المستوى المخزني الحقير جدا بطبيعه الحال الحقار. وكل منا على الاتحاد كيشوفوا شي جهه كيف ما قنع الاتحاد ضعيفه كيبغوا يحضروا عليها. هادشي اللي كيديروا حتى في الدوله دابا بطبيعه الحال، فاش كيبغوا كيف ما قنع الاتحاد يتحاسبوا مع الناس. محاربه الفساد، محاربه الفساد تكون في بطبيعه الحال درجات. محاربه الفساد هو كيتحارب كما بدرجات، كيحاربوا الصغار وكيحاربوا على الاتحاد الناس اللي ما عندهمش حمايه، وكيحاربوا كيحاسبوا الصغار وكيخلوا الكبار بطبيعه الحال. وهذا المستوى كيف ما قنع على الاتحاد هما عارفين ان المعارضين ما يقدروش كيف ما قنع على الاتحاد يوصلوا لهم. المعارضين كيف ما قنع على الاتحاد ما يقدروش على الاتحاد يوصلوا لهم يعني في البلدان الاخرى، لان البلدان الاخرى كيف ما قنع على الاتحاد اقوى عليهم استخباراتيا، واقوى عليهم بطبيعه الحال مكانه على الاتحاد في العالم، اقتصاديا وامنيا وعلى المستوى بطبيعه الحال تاع العلاقات. وما يقدروش هذوك الدول على الاتحاد يفرضوا عليها اي شروط كيف ما كتفرض عليهم من طبيعه الحال في هذيك الزريبه، كما كتفرضوا عليهم بطبيعه الحال الشروط الامريكيه والشروط بطبيعه الحال الفرنسيه والشروط الصهيونيه في هذيك الزريبه. وكيعتقدوا بانهم بطبيعه الحال الطريقه باش كتسير على الاتحاد هذيك الزريبه كتسمح البلدان الاخرى. لا كتسمح البلدان الاخرى بطبيعه البلدان عندها استقلاليه، القرار السياسي تاعها الداخلي والقرار الامني تاعها بطبيعه الحال، والدول كيف ما قلنا على الاتحاد مستقله في القرار تاعها على الاقل. واخا كاينه هيمنه امريكيه وكاينه هيمنه تاع العالم، ولكن على الاقل مستقله في الداخل تاعها، ماشي بحالكم، ماشي بحال هذيك الزريبه اللي حاكمينها واحد المجموعه كيف ما قلنا حتى تاع واحد العقليه همجيه اللي حاكمها كيف ما قلنا الاتحاد. وكلشي غاديين بالمقلوب. حنا لا غير غاديين معكم، حنا غاديين معكم، كلشي دايرينه بالمقلوب، كلشي يعني المسؤول بطبيعه الحال كيف ما قلنا على الاتحاد كما تيقول قال لك كيف ما يعني بطبيعه الحال المثل تيقول قال لك يعني الرجل المناسب في المكان المناسب. حنا عارفين كديروا نتوما واحد الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، عارفين هادشي يعني باين ان كلشي غادي في هذيك البلاد بالمقلوب، وحنا راه غير غاديين، وحنا لا عارفين شكون يحاكمكم. حاكمكم باقي واحد الحركه سريه بأجندة سريه، أجندة صهيونية على الاتحاد، حكم هذيك البلاد، حكم المخابرات تاعكم، حكم الإدارة تاعكم، حكم البلاد تاعكم، حكم السياسة الخارجية تاعكم. وانتوما كهاد يعني دولة كاملة على الاتحاد كتستغل ضد الشعب. انتوما الدور تاعكم كتجمعوا المعلومات، انا عارفين لان عارفين الدور تاعكم هذا داخل البلاد بطبيعة الحال، كتجمعوا المعلومات كيف ما قلنا على الاتحاد كتعطوها لسيادكم. هذا هو الدور تاعكم. هذاك فلان بن فلان بن فلان بن فلان، وهذاك الاصل تاعو من فلان، وهذاك جاي من الجزيره العربيه، وهذاك جاي من سوريا، وهذاك جاي من ما عرفت جاي من الطليان، وهذاك جاي من صبليون، وهذاك جاي من هنا، وهذاك جاي من هنا، وهذاك اصله هنايا، وهذاك اصله امويين، وهذاك اصله عثمانيين، وهذاك اصله سعديين، وهذاك اصله موحدين، وهذاك اصله مرابطين وخدامين بهذه الخدمه. كتجمعوا المعلومات بطبيعه الحال اللي عندها علاقه كيف ما كان على الاتحاد بالانساب والاعراق بطبيعه الحال. الناس كتعطوها لسادكم الامريكيين، كتعطوها لسادكم الصهاينه على الاتحاد اللي حاكمين هذيك البلاد. هذا هو الدور تاعكم لا غير، هذا هو دوركم لا في الداخل ولا في الخارج. وعارفين دابا بطبيعه الحال بان الحركه الصهيونيه الهمجيه داخل المغرب كيف ما قلنا على الاتحاد تقود حمله بالدوله المغربيه بالنظام الملكي وبالاجهزه تاعو بطبيعه الحال في هذا المشروع كيف ما قلنا على الاتحاد تاع التطهير العرقي، ولكن بطريقه هادئه وبطريقه بطبيعه الحال غير مباشره ضد كيف ما قلنا على الاتحاد جهات داخل المغرب. كنشوفوا بطبيعه الحال حنا واحد المجموعه تاع الناس اللي كيتعرضوا للمشاكل واخا ماشي معارضين النظام، ما تمشيوش غالطين، ماشي الناس اللي معارضين النظام داخل المغرب وخارج المغرب كيتعرضوا كيف ما قلنا على حل المشاكل. ماشي غير الناس الغير المعارضين، ماشي الناس المعارضين، حتى الناس الغير المعارضين لهذا السبب العرقي.
لهذا السبب العرقي، راه اما بطبيعة الحال عنده عرق كيف ما قلنا على اية حال من عائلات شريفة، من عرق كيف ما قلت من دول اللي اسسوا امبراطوريات على اية حال، وقادوا كيف ما قلنا معارك وانتصروا اسسوا امبراطوريات، او عرق على اية حال من كيف ما قلنا على اية حال جاي من سوريا، من يعني كاع هذا العرق السني بين قوسين. العرق من طبيعة الحال اللي عنده علاقة كيف ما قلت الحال بالدول السنية، يحاربون ماشي غير في المغرب، هاد المشروع لا ماشي غير في المغرب، كتحاربوا في جميع كيف ما قلنا في كل بطبيعة الحال المنطقة الإسلامية، خصوصا بطبيعة الحال في الشرق الأوسط والمغرب. هذا هو المشروع تاعهم بهدوء، يعني كينهجوا هذا الأسلوب هذا كيف ما قلت الحال بهدوء بطبيعة الحال، ضد هذا كيخلقوا لهم مشاكل كثيرة كتخلق. في المقابل العرق الآخر، العرق الإسرائيلي اليهودي الصهيوني اللي ولا بطبيعة الحال متصهين، هادو راه كيعطوهم قيمة داخل الدولة، وكيجيو كيردوا وزير خارجية، ولا يردوا بطبيعة الحال وزير داخلية، ولا يردوا بطبيعة الحال رئيس حكومة، ولا يردوا كلشي. كنعرفوا بطبيعة الحال حنا العنصرية تاعكم في هذيك البلاد، وهذا المستوى كيف ما قلنا شحال العنصري اللي كتنهجوه كيف ما قلنا داخل هذيك البلاد بطبيعة الحال. هاد المسائل كيف ما قلنا حنا راه عارفين هاد الامور كامله انها بطبيعة الحال تقع، والسبب تاع التهجير تاعكم بطبيعة الحال الشعب، يعني التهجير تاع الشعب من هذيك المنطقه بطبيعة الحال لهاد الاسباب. هادشي اللي تعرض بطبيعة الحال مؤخرا للناس تاع الشمال، يعني الناس تاع الشمال كيف ما قلنا على اية حال المنطقه تاع الشمال جائحه كورونا على اية حال في 2020 و2021 كيف ما قلنا على اية حال تعرضت كذلك كيف ما قلنا حال لنفس المستوى بطبيعة الحال تاع التجويع تاع هذه المنطقه والتفقير تاع هذه المنطقه بطبيعة الحال، باش تخوي يتم على اية حال افراغ هذه المنطقه على اية حال من هذا العرق، لانه هما الخونه اللي فتحوا الابواب الاختراق بطبيعة الحال الحركه الصهيونيه على اية حال تاع بنو اسرائيل على اية حال عندنا الاجنده تاع بطبيعة الحال جمعت جميع المعلومات على حال على الشمال وعلى الجنوب وعلى المغرب، على الاعراق، على العرق كيف ما قلنا على حال تاع كل عائله وكل شخص. كنعرف بطبيعة الحال منطقه الشمال، المنطقه تاع الشمال كيف ما قلنا على حال فيها كيف ما قلنا على حال كثافه سكانيه كيف ما قلنا على حال في المغرب اللي عندها كيف ما قلنا حال الجذور، عندها بطبيعة الحال الجذور كيف ما قلنا حال الدول السنيه على حال، يعني بطبيعة الحال لا في الشرق الاوسط ولا بطبيعة الحال في المنطقه تاع شمال افريقيا، وتعرضت كيف ما قلنا عليه كذلك لهذه السياسه الممنهجه. وفي الاخير تقريبا واحد 2000 3000 طفل من هذيك المنطقه هاجرت لاسبانيا، تقريبا واحد العدد كثير طلع في البحر. شفنا هذاك المشهد اللي وقع كيف ما قلنا عليه شحال يعني عندها سبته وليله على شحال يعني في 2020 و2000 بطبيعه الحال، ماشي تعرضت على شحال منطقه تاع الريف، التهجير تاع المنطقه تاع الريف، والتهجير كيف ما قلنا شحال ساري المنطقه الشرقيه ومساري على اي حال يعني في مجموعه على شحال من مناطق في المغرب لهذه الاسباب، لانه ما الشعب في هذيك المنطقه ما بغاوش باقي، بغاو في هذيك المنطقه الثروات الطبيعيه، بغاو بطبيعه الحال المعادن، بغاو كيف ما قلت حال الغاز الطبيعي، بغاو كيف ما قلت حال يعني بغاو البترول، بغاو كيف ما قلت حال الفوسفات، بغاو كيف ما قلت حال هاد المسائل، بغاو السمك في البحر، بغاو كيف ما قلت حال الثروات الطبيعيه على حال في البحر. ولكن الشعب ما بغاوش الشعب اللي يبرزطو، غيبدلوا شعب بشعب، غيجيبوا لكم بطبيعه الحال يعني دول يجيبوا لكم الافارقه ويجيبوا لكم بطبيعه الحال الاسيويين ويجيبوا لكم بطبيعه الحال باش يدير واحد الاختلاط العرقي ويهجروا واحد العدد كبير على حتى المغاربه الخارج. وهذه الخطه لا جاريه لا من منذ 40 عام ولا 50 عام، هذه الخطه لا جاريه في المنطقه بطبيعه الحال. من نهار دخلوا لهذيك المنطقه من السبعينات وهما داخلين هذيك المنطقه، من السبعينات وهما داخلين بطبيعه الحال هذيك المنطقه تاع شمال افريقيا بطبيعه الحال. وهذه الامور حنا بطبيعه الحال كنشوفوها بطبيعه الحال. وهذا الظلم يعني هذا الظلم اللي كيوقع كيف ما قلنا عليه شحال عنده غتكون عنده كيف ما قلنا عليه شحال ضريبه، والضريبه تاعها تكون غاليه في المستقبل. الضريبه تاع هذا الظلم اللي كيوقع كيف ما قلنا عليه شحال على هاد الفئات، وكاين فئات اخرين كذلك بطبيعه الحال كيوقع عليهم ظلم بطبيعه الحال. والممارسات راه مستمره، هما راه عارفين، لان هما راه عارفين ان النظام كيف ما قلنا على شحال الملكي في المغرب، عارفين بطبيعه الحال بان النظام الملكي في المغرب، الوجود تاع النظام الملكي في المغرب هو استمرار كيف ما قلنا على شحال هاد الاجنده. هما عارفين هادشي بطبيعه الحال، لانه هما حاكمين في النظام، حاكمين على اي حال في النظام وشادين في النظام، والنظام كينفذ
النظام بطبيعة الحال كينفذ بالأجهزة وكينفذ بطبيعة الحال بهذه المؤسسات بطبيعة الحال اللي عندنا بطبيعة الحال داخل المغرب. هاد الخطة هادي بطبيعة الحال الصهيونية على أي حال، الماسونية على أي حال، اللي كتنفذ كيف ما قلنا على أي حال في المغرب. عارفين هما بطبيعة الحال أن النظام الملكي هو اللي كيحمي هاد الأجندة هادو بطبيعة الحال، لأنهم واقفين من وراه هما كيحركوه، وعارفين ان الوجود تاع هذا النظام كيف ما قلنا شحال الملكه والاستمرار تاعو كيف ما قلنا الاتحاد مشكوك فيه، ما مأكدينش 100%، مازال ما مأكدين ب100%. هادشي علاش باقي المعتقلين السياسيين كيف ما قلنا شحال في الريف باقي حاكمين فيهم، وكتعاملوا معهم واحد يعني المستوى باقي حاكمين فيهم، وباقي كيعتقلوا وباقي كينتقموا، لان كتوصلهم المعلومات الاستخباراتيه من طرف بطبيعه الحال الحلفاء تاعهم الصهاينه، كيوصلوا لهم معلومات استخباراتيه بطبيعه الحال من امريكا، وصلوا من فرنسا وكلشي بطبيعه الحال. انا القضيه لا مازال ما قطعوا كيف كما كنقولوا بطبيعه الحال بالدارجه ان هذا النظام ما قطعش، مازال ما قطع الواد ونشفوا رجليه بطبيعه الحال، وما عمره غادي يقطع هذاك الواد وغادي نشفوا رجليه في هذا الواقع هذا بطبيعه الحال، في هذا الواقع تاع التحكم اللي عندك ما عمره غادي يقطع هذاك الواد بطبيعه الحال ويشفوا رجليه. وما عارفين، هما غير مطمئنين، وباقي كيوقعوا في الاتفاقيات تاع 90%، والاتفاقيات من طبيعه الحال تاع 95%، والاتفاقيات تاع 80%، باقي كيوقعوا من طبيعه الحال مع شركات، كيجيبوا من طبيعه الحال شركات ما عرفتش من بريطانيا ولا كيجيبوا من طبيعه الحال صهيونيه، وكيوقعوا مع كيف الحال الاتفاقيات تاع 90% والاتفاقيات تاع 80% على اي حال، ما كتبقى والو الخزينه تاع الدوله. علاش كيديروا هادشي؟ علاش؟ لهاد الاسباب، الخوف تاعهم من الشعب والخوف تاعهم من المعارضه في الخارج، لهاد الاسباب، لانهم خايفين من الشعب وخايفين من المعارضه. خلونا من هاد القصه تاع الجزائر والحرب الجزائريه وهادشي، خلونا هذا ملف بوحدو، هذا الملف من طبيعه الحال الحرب مع الجزائر داكشي، ما كاين لا حرب مع داكشي، كيبان ما كاين لا حرب لا مع الجزائر لا مع شي جهه. هما خايفين من الشعب، والقصه تاعهم كلشي دايره على الشعب، وخصهم يتفكوا مع هذا الشعب ويشوفوا من طبيعه الحال يشوفوا كيفاش يديروا لهذا الشعب من طبيعه الحال، لانه هو الحلقه الاضعف من طبيعه الحال، هو الحلقه الاضعف. علاش الحلقه الاضعف؟ لان يعني كيف ما قلنا شحال الشعب داير هكا، ما بغاش باش يكون حلقه اقوى، ولكن هو الحلقه الاضعف، وما خصهم يشوفوا كيف ما شحال يديروا كيفاش يديروا هذا الشعب، خصوصا بطبيعه الحال ماشي كلشي، خصوصا بطبيعه الحال الناس، يعني الناس الاذكياء تاع هذاك الشعب، الناس النبهاء تاع هذاك الشعب، الناس بطبيعه الحال المثقفين، الناس بطبيعه الحال الفئه النخبه كيف ما قلت تاع الشعب المغربي، خصهم يخرجوهم من هذيك البلاد، خصهم يدخلوهم للسجن، خصهم يقمعوهم، خصهم يرهبوهم الفئه، ولا خصهم يكونوا معاهم، يا خصهم يكونوا معاهم بطبيعه الحال، ولا خصهم يمارسوا عليهم بطبيعه الحال الوسائل. النخبه بطبيعه الحال، حتى ولا دابا المساله تاع يخرجوا النخبه تخرج على شحال الخارج تا هما كيمنعوهم، كيخافوا منهم بطبيعه الحال. ولا شحال من واحد تمنع يخرج للخارج، شحال من واحد ولا كيتمنع من طبيعه الحال من هاد النخبه اللي كيحسوا فيه بطبيعه الحال انه عنده حس معارض، ولا انه بطبيعه الحال معارض ما كيخرجش. كاين امثله بطبيعه الحال. فلهذا حنا عارفين ان الفئه اللي باقي حاكمه وهي فئه عرقيه، ما نمشيوش غالطين. خلي البنيه السريه، هاد الجهات بطبيعه الحال كيلعبوا على العرق، وهذه مساله عنصريه داخل هذاك البلاد، مساله عنصريه. وكيبان لك مغربي، هو كاين واحد كيبان لك بطبيعه الحال مغربي بحالو كيهضر حتى هو مغربيه، كتهضر نتا مغربيه، اللون تاعك بحالك بحالو، اللون تاع الشعر كلشي بحال، ولكن انت كتعتقد بانه مغربي وصل لهذاك البوست، ولكن فاش كتجي لهاد البنيه السريه ولا كتجي بطبيعه الحال هاد الناس اللي وراهم، هذا لا عارفين العرق تاعو، واغلبيه فيهم بطبيعه الحال جايين من العرق من طبيعه الحال تاع اليهود كيف ما قلنا على اي حال، ولا جاي من اعراق اخرى كانت خائنه لهذيك المنطقه. هذا هي السياسه من طبيعه الحال في المنطقه، ما كيوصلوش للحكم على رؤوس المؤسسات، وما كيوصلوا بطبيعه الحال الحكم على رؤوس كيف ما كانت حال القطاعات، ولا رؤوس بطبيعه الحال الا هذه الفئه تاع العرق اليهودي البنو اسرائيلي، ولا الفئه على اي حال اللي تامرت على الدول، ولا تامرت بطبيعه الحال على المناطق هنا كتوصل لهم. والجهات الاخرى تحارب بشكل بطبيعه الحال شديد جدا، كتحارب
يتم على اي حال قمع تاعها بشتى الوسائل، ولكن هذوك الوسائل كيف ما قلنا على اي حال غير واضحه، ما كتبانش انها كتقدم، ولكن كيتمارسوا عليها ممارسات باش ما يعيقوش. انا دابا كيقولوا بطبيعه الحال حقوق الانسان والقوانين والديمقراطيه واش بطبيعه الحال، باش ما يبينوش ان القانون كاين فصل عنصري حنا عندنا بطبيعه الحال في هذا الجانب. اعطوني انا نعطيكم بطبيعه الحال واحد العدد تاع المسؤولين داخل هذاك البلاد، واحد العدد بطبيعه حنا ما كيهموناش هاد المسؤولين، تنقولوا حنا كنتقدوا لانه وصلوا لهذاك المستوى، مغاربه ما حنا ما كيهمناش واش امازيغ واش عرب، حنا كنهضروا فقط البنيه السريه وراء الكوارث. اشنو واقع وراء الكوارث؟ فهو كيقلبوا عليهم دابا، ولا كيقلبوا على هاد الفئات. واحد العدد تاع المسؤولين كيف ما قلنا حنا المغاربه، عدد تاع المسؤولين لا المقربين على اي حال كيف ما قلنا على حال القصر، هادو اللي قراب كيف ما قلنا حال القصر، ولا العائلات الغنيه، ولا الناس بطبيعه الحال السياسيين على رؤوس القطاع. كلشي كتلقاهم بطبيعه الحال اغلبيه فيهم كيف ما كتلقاهم عندهم هذا العرق. وهادشي الا كان في الفتره تاع الحسن الثاني، العرق بطبيعه الحال اللي كان موجود بطبيعه الحال في فاس، وموجود بطبيعه الحال في الرباط، وموجود بطبيعه الحال في هذه المنطقه هذه بطبيعه الحال تاع كيف ما قلنا حتى تافيلات. هذه المنطقه كيف ما قلنا حتى تافيلات في المغرب كيف ما قلنا كانوا كيقلبوا على هادو، كيبحثوا عليهم كيف ما قلنا. واليوم ما تلاش قدهم هادشي، ما تلاش قدهم فقط هادو اللي كبروا في المغرب ودخلتوا مع المغرب ولاو مسلمين وكيهضروا بحال المغاربه ولاو مغاربه. يعني ما الفرق ما يمكنش الا ما كنتيش بطبيعه الحال انت قاري، يعني كطلع على هذه الملفات السريه بطبيعه الحال تاع الاصل تاع يعني بطبيعه الحال تاع كل واحد في هذيك المنطقه، ما غاديش تفهم، كتعتبره مغربي، ولكن هو راه وصل لهذاك البوست كيف ما قلنا على اي حال من طرف هذه البنيه السريه على اي حال لهذه الاسباب. لان يعني السياسه الامريكيه بطبيعه الحال تاع الحركه الصهيونيه في العالم على اي حال، في العالم العربي وفي العالم كيف ما قلت الحال الاسلامي في شمال افريقيا، كيركزوا على هذا الشيء بطبيعه الحال، كيركزوا على هذه المسائل بطبيعه الحال. هذا كان انتقام، هذا بطبيعه الحال كان انتقام من الشعوب كيف ما قلنا على اي حال السنيه، انتقام من الشعوب السنيه، الشعوب اللي بنات دول وبنات حضارات وبنات بطبيعه الحال امبراطوريات في هذه المنطقه وحققت انتصارات بطبيعه الحال. مثلا نتوما راه مازال ما كتعرفوش واحد المستوى كيف ما قلت حتى الحقد، واحد المستوى تاع الحقد، واحد المستوى كيف ما قلنا عليه حال تاع يعني كيف ما قلنا عليه حال هذاك الحقد التاريخي على التاريخ تاع المنطقه والتاريخ بطبيعه الحال على دوك الشعوب بطبيعه الحال، واحد المستوى تاع الحقد تاع الشر تاع الظلم. كيحاولوا كيف ما قلنا عليه حال كانهم يعني كيحاولوا هذوك الاحداث اللي وقعت بطبيعه الحال في التاريخ الاسلامي، الانتصارات والمعارك والتاسيس تاع الدول على اي حال، وبقاء القران الكريم. من القران الكريم بطبيعه الحال بقى محفوظ، السنه بطبيعه الحال الصحيحه بقات محفوظه، الاستمرار تاع الاسلام والاستمرار تاع المسلمين والاستمرار تاع هذه الاجيال على اي حال، والانتصارات اللي حققت بطبيعه الحال هذه المنطقه كامله. هذاك التاريخ كيحاولوا كيف ما قلنا على اي حال الانتقام لاشفاء الغليل، باش يشفيو كيف ما قلنا الحال كيخصهم كيف ما قلنا على حال فئات، اما انها تعلم او لا تعلم، ولا انهم يقال لها في بعض الاحيان يقال لها. لان فاش كنشوفهم في تركيا مثلا، فاش كنشوفهم بطبيعه الحال في تركيا بعض الرؤساء تاع الاحزاب يخرج يقول لك انا يخرجوا يقول لك انا لا الاصل تاعي كان من الجد تاعي على اي حال كان من يعني من طائفه يهوديه، ولا طائفه بطبيعه الحال ما عرفتش، طائفه بطبيعه الحال غير علويه، ولا طائفه بطبيعه الحال تيقولوا الجد تاعي كان بطبيعه الحال ضد الدوله العثمانيه، كان ضد بطبيعه الحال يعني الخليفه العثماني فلان، يعني الاسم تاعو بطبيعه الحال سالم الاول، ولا بطبيعه الحال الخليفه. هو تيقول الجد تاعي كان ضد يعني الدوله العثمانيه مثلا، تيقول لك الجد تاعي كان ضد الدوله العثمانيه. علاش؟ لان بحثوا عليه عبر الدراسات بطبيعه الحال اللي كيقوموا بها على اي حال العرقيه، وداو المؤسسات الامريكيه داروا ليه رعايه وتكوين وصيفطوه كيف ما قلنا على اي حال، وداروا على راس حبس وبقاو باش يوصلوه كيف ما كتحل الحكم، وتيقولوا ليه هذا التاريخ تاعك، يقول لي هذا هو التاريخ تاعك من طبيعه الحال هو تاع الاجداد تاعك، خصك هذاك التاريخ تاع الاجداد تاعك تحيي لينا مثلا في تركيا، ولا تحيي لنا عليه تحت في المغرب. فهمتوا دابا؟ وانتم هاد المسائل هذه بطبيعه الحال ما فاهمينهاش. واش حنا فاش كنهضروا عليها ماشي عنصريه، حنا ماشي حنا كمغاربه
فاش كندخل يعني بطبيعة الحال فاش الشعب في المغرب بحال هذاك اللي عايش في الصحراء، بحال هذاك اللي عايش في سوس، بحال كلشي، بحال امازيغ في العراق، ماشي ما كاينش فرق. حنا لا يمكن على اي حال الانسان العادي ان يدرك هذه الاشياء بطبيعة الحال. على رأس وزارة ما أسماء مغاربة وأشخاص مغاربة ومن بطبيعة الحال مسلمين وعائلات مسلمة وشي، ولكن عندهم هذا العرق، ولكن هادو بطبيعة الحال خدامين في هذا الشيء، في هذا المشروع، وكيهمشو كيف ما قلنا عليه شحال. انا نقول لكم بعض الناس، بعض بطبيعة الحال واحد يعني اللي هو رئيس حزب كاع اليوم وكبير وقال الله وقال رسول، حتى هو راه من الطائفة تاعو، حتى هو راه طائفة من طائفة كيف ما قلت حال بنو إسرائيل أو الجذر كيف ما قلت حال تاعهم بطبيعة الحال في المغرب. الطوائف اليهودية بطبيعة الحال هم جذر من بنو إسرائيل بطبيعة الحال اللي كتب عليهم الله سبحانه وتعالى على شحال يعني كتب عليهم كيف ما قلنا على شحال في الدنيا، كتب عليهم كيف ما قلت حال الجلاء، وكتب عليهم على شحال التيه، وجات في فئة جات في المغرب، جات من أوروبا ولا جات بحال استقرت في المغرب. وهادو بطبيعة الحال اليوم هما اللي حاكمينكم، كتصحاب بطبيعة الحال أن هذاك النظام تاع الملكية هو اللي حاكمك، ما تمشيش غلط. هاد الأجنحة هما اللي حاكمينكم بطبيعة الحال اليوم في المغرب، ويقومون على أي حال بتهميش عرقي، تهمشهم بطبيعة الحال الأعراق الأخرى، وكيهجروا على أي حال، وكيديروا كيف ما قلت حال التهجير لهاد الأشياء كيف ما قلت حال. وهادشي إلا كان بان في تركيا، تركيا ما كيحظوش هادوك تما في تركيا، ما كاوش كيحظيو باش يقول لك لا انا غادي نترشح الانتخابات لانني بطبيعه الحال انا لا تركي، ولا انا بطبيعه الحال لا مثلا انا لا تركي، وانا بطبيعه الحال يعني مسلم تركي ولا مسلم علماني ولا ما عرفت كيفاش كيسموها بطبيعه الحال. لا ما خرجوا كيقولوا هكا، حنا الاصول تاعنا منين جينا ومنين جينا بطبيعه الحال. فكذلك لا في الجزائر ولا في المغرب لا كان هذا مشروع. كتلقى بطبيعه الحال مثلا في الجزائر كتلقى ولاد بطبيعه الحال الحركه مثلا، الحراقه ولا شنو كيسموهم بطبيعه الحال، كتلقاهم حتى هما الاغلبيه فيهم بطبيعه الحال هما اللي كاينين في المؤسسات، كيقلبوا عليهم. شكون يخدم مع الاستعمار الفرنسي؟ شكون كان كيخدم مع الاستعمار الفرنسي؟ شكون كان كيبرقق بطبيعه الحال الاستعمار الفرنسي؟ وشكون بطبيعه الحال كان كيخون الجزائريين بطبيعه الحال؟ كيقلبوا عليهم في فرنسا ويقلبوا عليهم في هذا هو شغل تاع الامريكان. واش امريكا بغات لك الخير؟ امريكا ما بغاتش لك الخير. امريكا بطبيعه الحال ما بغاتش الخير للشعوب بطبيعه الحال تاع المنطقه. ماشي بطبيعه الحال خصنا نعرفوا هاد الامور هذه بطبيعه الحال. تيقلبوا على ولاد، كيقلبوا عليهم في فرنسا ويقلبوا عليهم في الجزائر، تيكونوهم وكيصيفطوهم، وفي بعض الاحيان تيقولوا لهم هذا التاريخ تاعكم. في بعض الاحيان بطبيعه الحال كيخبروهم بالتاريخ تاعهم، التاريخ تاع الاجداد تاعهم. فكذلك بطبيعه الحال حنا عندنا كذلك بطبيعه الحال في المغرب كاع اللي لقيتي على راس شي مؤسسه ولا على راس بطبيعه الحال شي مؤسسه، ماشي كلشي، حنا ما كنقولوش كلشي، ولا نثبت، حنا لا نثبت كذلك السلوك تاع الاحفاد والسلوك كيف ما قلنا عليه حتى تاع الاحفاد الاجداد، ولكن كاين هاد المسائل في بعض الاحيان كتكون بطبيعه الحال السلوك مطابقه، والبعض كيعرف هاد الاشياء وكينفذها كيف ما قلنا عليه حال. ولكن كاين البعض كيف ما قلنا عليه حال هو حفيد تاع يعني كيف ما قلنا عليه حال احد اشتغل مع الاستعمار، ولا يعني خال المقاومه، ولا كان بطبيعه الحال جاسوس كيوصل المعلومات، ولا كان كيف ما قلت الحال كيدير اي حاجه. دابا تما المغرب قارين التاريخ تاعو بحال التاريخ تاع الجلاده مثلا، بطبيعه الحال يعني الجلاده تاع المخزن، هادو كانوا كيعذبوا الناس، كيقتلوا الناس وكيعتقلوا الناس، هادو التاريخ تاعهم معروف في المغرب، وعامره بهم المؤسسات تاع المخزن. كاين منهم اللي كيعرف التاريخ تاعهم مثلا، انا نقول بحال مثلا كاين منهم اللي كيعرف التاريخ تاعهم، كيقولوا لي التاريخ تاعك، التاريخ تاعك هو انك كيف ما قلنا عليه حال الجد تاعك ولا الجد تاعك شكون كيدير شنو كيدير بطبيعه الحال معانا، شنو كيدير بطبيعه الحال القبائل في المغرب. كاين هاد التاريخ بطبيعه الحال تاع الجلاده، وكاين التاريخ حتى تاع الطبقه السياسيه، وكاين التاريخ بطبيعه الحال هما قارين هادشي. هاد الارشيف راه كاين، هاد الارشيف بطبيعه الحال هاد المسائل بطبيعه الحال كاينين. فلهذا حنا نعلم ان يعني كيف ما قلنا عليه الاتحاد التوجه تاع الشعب والتاريخ تاع الشعب، يعني التوجه تاع الشعب بطبيعه الحال والتاريخ تاع الشعب لا ينطبق، ما كينطبقش مع السلوكات تاع الدوله في هذا الجانب كيف ما قلنا عليه الاتحاد. شوف هذاك وزير تعليم وزير تعليم في المغرب، اشنو تقولوا فيه؟
شتو كيهضر مغربي وكيتحدث مغربي وكيتكلم مغربي، انت ما عرفتيش يعني هما عارفين. يا وزير الاوقاف والشؤون شتي وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه، يا وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه ما عرفتيش. ايوا سول عليه شكون هذا، الاصل تاعو شكون هذا. هاد الاخر بطبيعه الحال اللي واخد اللي كان كيف ما قنعت بحال وزير الداخليه، هذا اللي كان في فرنسا وجا بطبيعه الحال شي وزير الداخليه، وعطاوه الملف كيف ما قلنا عليه شحال تاع كيف ما قلنا حتى التنميه البشريه. ما عرفتيش اصلا شكون هذاك، تعرف يعني الاجداد تاعو شكون هذوك، وعدد كبير كبير بطبيعه الحال. وهادشي بطبيعه الحال هما كيخدموا عليه. علاش كيديروا هادشي؟ يعني كاين شي يعني الدول العاديه، يعني الدول العاديه اللي فيها نظام سياسي والدول العاديه بطبيعه الحال يعني كتختار الكفاءات. يعني اللي مبدا تاع اختيار المسؤول واللي مبدا كيف ما يتحرك اختيار على حل الموارد البشريه كيمشي على اساس بطبيعه الحال الكفاءات. لا فرق بين واحد بطبيعه الحال، يعني لا فرق بين هذا ولا هذا، كلشي كيتلغى، الخلفيات كلشي تقدر فيها كتمشي على اساس الكفاءه بطبيعه الحال. ولكن حنا لا، المخزن الحركه اللي حاكمه في المخزن يعني بحال هو بطبيعه الحال مع الحركه الصهيونيه. المخزن بحال كيف ما كتحل مع الحركه يعني النظام الملكي بطبيعه الحال. الحمايه كيحميو اليهود، يعني الحمايه كيف ما قلنا على تاع الملكيه كتحمي، يعني الحمايه كيوفروها ليها بطبيعه الحال اليهود بطبيعه الحال، حركه صهيونيه بطبيعه الحال، وجهات امريكيه لان متحالف مع جهات امريكيه بطبيعه الحال، يعني امريكا واليهود بطبيعه الحال هما كيحميو النظام الملكي بطبيعه الحال. يعني ماشي غير وزير التعليم، ماشي بطبيعه الحال وزير الداخليه، ماشي كلشي فاش كتقرا بطبيعه الحال التاريخ تاعهم كتلقاهم كلشي الاباء تاعهم كلشي كيف ما قالت الحال مجرمون، كانوا يشتغلون مع الاستعمار وكانوا بطبيعه الحال يشتغلون مع المخزن، وكانوا على اي حال يقتلون كيف ما قلنا على اي حال يعني المقاومه في المغرب، وكانوا كيف ما قلنا على اي حال ضد كيف ما قلنا على اي حال التحرير تاع المغرب من الاول، شي قبال شي في العشرينات والثلاثينات على اي حال والاربعينات ماشي بطبيعه الحال. وهذا الارشيف كاين عندهم هما، هاد الاشرف ما كيكشفوش هذه، هذا الارشيف كيف ما قلنا على اي حال. وهاد الامور حنا نفهمها بشكل جيد ونعلم فاش كنشوفوا مثلا وزير الخارجيه، هاد وزير الخارجيه اللي كيتسمى شي سميه بطبيعه الحال، يعني اللي كان كيف ما قلنا على اي حال يعني الفيري ولا ما عرفتش يقولوا بطبيعه الحال، اللي هو بطبيعه الحال من فاس، يعني كيف ما قلنا على اي حال فاسي الفيري ولا ما عرفتش يقولوا ليه، اللي شفنا كيف ما قلنا الحال كذلك بطبيعه الحال على حسب بطبيعه الحال المعلومات المتداوله على اي حال في بعض المواقع انه كان كيتخذ كذلك شي قرارات داخل وزاره الخارجيه ضد بعض الموظفين، ضد بطبيعه الحال الموظف على اي حال، يعني فقط لانه اخت تاع واحد من طبيعه الحال نشيط سياسي. وهاد العائله عندهم معروفه، العائله بطبيعه الحال تاع النشيط السياسي بلا ما نذكر الاسم تاعو هي عائله كذلك من اصول شريفه بطبيعه الحال، عائله عندها جذور شريفه بطبيعه الحال، والعائله اللي عندها جذور شريفه لا يمكن ان ما يمكنش تخرج ليك الخيانه، هادشي خصنا نعرفو بطبيعه الحال. سبحان الله العظيم، الجينات دائما الجينات المتوارثة تبقى دائما على اي حال حية، لا يمكن مستحيل تلقى بطبيعة الحال العائلات الشريفة الأصل تاعها بحال نقي، والأجداد تاعها كيف ما قلنا على اي حال نقيين، الأجداد تاعها كيف ما يتحال عندهم كيف ما قلنا حال مواقف يعني في التاريخ تاعهم على اي حال في البناء تاع الدول، المساندة على البناء تاع الدول وفي الدفاع عن الحق، فكذلك على اي حال هاد الدماء وهاد الجينات كذلك في الأنبياء، كذلك هاد الجينات تتوارث في الأنبياء، والذرية تاع الأنبياء إلا قليل، الذرية تاع الأنبياء والذرية تاع تتوارث، ما كتلقاش هاد الذرية إلا أنهم بطبيعة الحال كتنطق بالحق ومع القرآن ومع السنة الصحيحة ومع الوحي وضد كل الأشكال الانحرافية بطبيعة الحال العقدية في العالم. هذا ماشي أنها تعلمته، سبحان الله العظيم. في بعض الأحيان كتلقى بعض هؤلاء بعضهم كبروا في واحد الوسط فاسد، هاد الذرية كتلقى في بعض الأحيان كبروا في واحد الوسط منحرف فاسد، ولكن الله سبحانه وتعالى كيف ما قلت يلهمها بهذوك الجينات، كيلهمها الحق، يلهمها الحق ولا تنطق إلا بالحق.
وهاد الامور هادي بطبيعه الحال ما كيعرفوهاش. هاد الامور كيف ما قنعتها ما كيعرفوهاش. وهذا الفاسد فيري يعني فاسد فيري كيف ما قنعني شحال وزير الخارجية حتى هو راه من سلالة بني إسرائيل، حتى هو بطبيعة الحال من سلالة بني إسرائيل. على أي حال الإسرائيليين كيف ما قنعني شحال كانوا كيف ما قنعني شحال فاس، كنعرفوا لها فاس هي يعني منطقة تاع فاس هي ماش خرجوا على شحال كبار تاع كيف ما قنعني شحال تاع هاد الحركة كيف ما قنعني شحال سواء اللي اعتنقت المذهب الفرنكوفوني الفرنسي او اللي اعتنقت كيف ما قلت المذهب الصهيوني الامريكي. من هنا خرجت اللي حاكمه اليوم المغرب بطبيعه الحال، واللي خدامه في هذه الامور يعني كيشتغلوا في هذه المسائل بشكل سري وكيعتقدوا لا حنا يعني كيف ما قلت الحال نلتقط الاشارات وكنتبعوا الوضع مزيان عارفين ماذا يفعلون. الله سبحانه وتعالى يقول يكيدون كيدا واكيد كيدا ان كيدي متين. الله سبحانه وتعالى كيخليهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ان كيدي متين. الكيد تاع الله سبحانه وتعالى امتن بطبيعه الحال، والمكر تاع الله امتن ومكر اولئك يبور. المكر تاعهم يعني بطبيعه الحال وهذا الخداع تاعهم ماشي كلشي بطبيعه الحال اللي كيديروا في العالم ماشي غير في بطبيعه الحال في المغرب. كاين المغرب محكوم باجنده اخطر، والمشروع ينجز فيه على بواحد الشكل اخطر وبواحد الشكل صامت، ولا احد يتحدث عن الاشياء بطبيعه الحال. وجاري كيف ما قلنا على حال التخريب تاع هذيك المنطقه، التخريب تاعها من الداخل بطبيعه الحال، لانهم اصلا عندهم توجه اخر وعندهم دين اخر وعندهم تفكير اخر، ولا يريدون لكم طبيعه ما بغاوش انت الخير، ما بغاوكش تنجح اصلا كدوله. واش فهمتي؟ راه خصك تفهم ماشي كشعب ما بغاوكش تنجح، ما بغاوش يكونوا فيك المثقفين، ما بغاوش يكونوا فيك العلماء، ما بغاوش يكون فيك المخترعين، ما بغاوش يكون عندك ثروه بشريه على ايت، ما بغاوش. فلهذا علاش نقول لكم انا ديك الدوله كلشي فيها مقلوب. علاش نقول لكم انا ديك الدوله لا فيها كلشي مقلوب؟ يلا مؤخرا وباقي داكشي غير الشكل صافي، خايفين من الخارج وصافي. اما داكشي لا هو المسائل اللي غادي جاريه في الاسفل لا هي بطبيعه الحال. فلهذا حنا لا عارفين لا هاد الناس هادو ما بغاوش لكم الخير لان نتوما محالفين معاهم. علاش ماشي غير محالفين معاهم وضعتوا كل البيض تاعكم في السله تاعهم؟ هذا هو المشكل تاعكم كدوله كنظام، وضعتوا البيض تاعكم كامل. الناس ما كيوضعوش البيض تاعهم كامل، كتوضعوا بيضه واحده في هاد السله وبيضه واحده اخرى، حتى الا درست هاد البيضه تلقى بيضه اخرى طبيعيه تخرج شي حاجه. حتى الا درست ولكن حنا دابا وضعتي كلشي البيض تاعك في سله واحده عندهم، تقدر تهرس لك البيض كامل صافي ما تخليش باقي. نتوما وضعتوا البيض تاعكم في سله واحده وعندكم مشكل اليوم كبير ما تقدروش. حنا عارفينكم انكم ماشي ما قادرينش تخرجوا من طبيعه الحال من تحت هاد الحلف اللي مسيطر عليكم والاجنده اللي مسيطره عليكم على كنحكوا داك البلاد بطبيعه الحال. علاش؟ ان اصلا من الخطا باش انك كاع تهضر مع الملكيه ولا تهضر مع هادو، من الخطا لان هادو غير في الواجهه، هادو لا واجهه بطبيعه الحال، ولكن هما اللي كينفذوا بطبيعه الحال، هما اللي كينفذوا. باش كاين دابا المعلومه تاعك انت كمغربي في بلاد تاعك خصها تبقى في الارشيف سريه. معلومات انت تاعك تاع العائلات وتاع بطبيعه الحال الاشخاص وتاع الافراد هذه خصها تبقى في يد الدوله، تبقى في ارشيف سري حتى شي واحد ما يعرف عليك شي حاجه. هضرنا على مغاربه كثار اللي تعرضوا لمشاكل كثيره في حياتهم وما عارفينش علاش. ها السبب وهادشي هاد المشروع هذا راه هذا المشروع تم ولا دابا المراقبه تاع الجيل القادم. هذا الجيل بطبيعه الحال اللي طلع هذا بطبيعه الحال هذا الولادات اللي كيتزادوا بطبيعه الحال ما عارفين الاصل تاع كل واحد دابا كيولوا بطبيعه الحال، وهادو بيتعرضوا هما لنفس المشاكل اللي غتتعرضوا لهم باش ما يوصلوش للحكم تاع الدوله، باش يبقى دائما هذاك العرق متفوق، العرق تاع بني اسرائيل والعرق بطبيعه الحال تاع اليهود، العرق بطبيعه الحال تاع الخونه اللي خدموا مع الاستعمار، الخونه اللي خانوا الدوله وخانوا الشعب، قديما متفوق في هذيك البلاد.
كتشوفوا بطبيعة الحال وزير التعليم كيمشي كيجري كيدير يعني مشاريع في الكيان الصهيوني، كيدير مشاريع في الكيان الصهيوني ومشى كيجري دار مشاريع، فتح شركة وكيجري. ايوا راه هو حتى هو عرق تاعو، من عرق تاعو عرق تاعو. وكاين كاع شخصيات اللي كتقول لك بطبيعة الحال راه اسلاميه وكتهضر والرئاسه تاع حزب، حتى هو العرق تاعو، حتى هو لا منه. وداك الدم سبحان الله العظيم كتشوفوا فيهم، داك الدم تاع المكر والخداع والنفاق كتحسوا فيهم بطبيعة الحال، كتحس فيهم. هذاك بعد ما كيموت على الموقف تاعو كيبقى ديما كيتناقض. كتشوف هذاك التناقض في الراي تاعو، داك التناقض الطبيعي كتعرف من الجهه تاعو، غير من الجهه تاع الخونه ولا من الجهه بطبيعه الحال تاع كيف ما قلت هاد الحركه هذه بطبيعه الحال. فلهذا حنا هاد المسائل كنقول هذيك السيده اشنا هو الذنب تاعها اللي بطبيعه الحال وزير الخارجيه. علاش؟ لان خوها من عائله شريفه، عرق شريف ما يمكنش يقول الا الحق. هاد المسائل ما كيعرفوهاش، هاد المسائل اعتقد هي لا مسائل، هذه مسائل تاع الله سبحانه وتعالى. هاد المسائل ما كيعرفهاش شحال من واحد، شحال واحد ما كيعرفهاش. لا يمكن، كاين بعض الناس لا يمكن ان يقولوا الا الحق، لان الاصل تاعهم هذا. وبعض الناس فيهم اللي تبيع فيه وتشري، اصله هذاك، اصل تاعو هذاك، كيحمل هذوك الجينات تاع الخيانه، كيحمل هذوك الجينات وهذوك الجينات الوراثيه اللي كتوارث عن شخص من الجد الخائن للحفيد الخائن، كيحمل هذوك الجينات تاع الخيانه وهذوك الجينات تاع الانتهاز وهذوك الجينات تاع الحال تاع كلشي. هادشي خصنا نعرفوه بطبيعه الحال. وهذا هو الصراع تاع الحق والباطل. والباطل اليوم في هذا العالم الباطل كتار، الباطل ولا كبير والحق قليل، ولكن الحق كيدير فيه الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال البركة، وكينصرو كيقوي وكيحمي بطبيعة الحال. لأن دابا هما حنا عندنا في المغرب غادي يقلبوا لينا كلشي، غادي يقلبوا العقيدة تاعنا، غيقلبوا لينا العقيدة تاعنا، غيقلبوا لينا الدين تاعنا، غيقلبوا لينا الدولة تاعنا، غيقلبوا لي كلشي. لا هما لا قالك ويقلبون لك الأمور سبحان الله العظيم. تكون غادي في طريق الحق وفي طريق المستقيم وكيقلبوا لك الأمور. هذا هو الدور تاعهم في هذه الحياة سبحان الله العظيم، هذا هو الدور تاعهم. اشنو كيديروا في المجال الديني؟ واش الا كنا ناقشناه البعض هادشي مسائل ما يتزايدش علينا فيها باقي بطبيعة الحال شي واحد، ما يتزايدش علينا فيها شي واحد بطبيعة الحال. اشنو كيديروا دابا بطبيعة الحال يعني في المجال الديني؟ بغا يحيدوا المذهب المالكي، بيحيدوا بطبيعة الحال المذهب المالكي. يعني المذهب المالكي اللي مذهب كيف ما قلنا على الحال السني، المرجع تاعهم بطبيعة الحال هو القرآن والاحاديث كيف ما قلنا الحال الشريفة، وكيدعو للعلم. منساوش المذهب السني يدعو لكم بطبيعة الحال الى العلم والى الاختراع والى التفكير واستخدام العقل، كيدعو كيف ما قلت الحال الاستقلالية، القوة تاع الدولة والاقتصاد. المذهب السني ماشي بحال المذاهب الاخرى بطبيعة الحال اليوم الباطنية اللي كنشروا في المغرب، بحال المذهب تاع التصوف. بحال هاد الناس بطبيعة الحال اليوم بداو كيبانو في التلفازة وكيعطون كيف ما قلت الحال قيمة كبيرة. علاش؟ لأن المذهب تاع التصوف مذهب متخلف. هاد الناس هادو بطبيعة الحال متصوفين يفتون ببعض الفتاوى متخلفة، يحرمون العلم واستعمال العقل، ويحرمون على يتحل الصناعة، ويحرمون على يتحل الذكاء الاصطناعي، ويحرمون كل شيء. هادشي علاش دخلوا لكم هادولا ما بغاوش لكم الخير، ما بغاوش لكم الخير. واش كتفهموا؟ ما بغاوش لكم الخير، بغاو هذا الفكر ينتشر في الدولة، بغاو هذا الفكر ينتشر بين الشباب، ينتشر في المؤسسات، ينتشر في هادشي بطبيعة الحال باش انت تخلف. هما ما جايين حاكمينك باش يعاونوك باش تنجح وباش تقدم، جايين حاكمين كيف ما قلنا شحال داخل هذيك البلاد باش تخلف. مستر لك على النظام تاعك، النظام بطبيعة الحال كيطبق. ماشي علاش حاكمينك، واش واحد اللي بغى لك الخير، لان اصلا عندهم عقيدة اخرى، عقيدة باطنية اخرى بطبيعة الحال عندهم، وعقيدة على إتحاد تكره كرها شديدا القرآن
وتكره كرها شديدا الرسول صلى الله عليه وسلم، كتكره الاسم تاع محمد صلى الله عليه وسلم، كتكرهه كرها شديدا، وتكره الصحابة كرها شديدا، وتكره تاريخ الإسلام تاع الانتصارات تاع الدول السنية القوية كرها شديدا 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 لا مثيل له. تعتقدوا انت بحال هاد الناس هادو حاكمينكم غير هكذاك؟ علاش كينشروا لكم التصوف وكينشروا لكم بحال هاد المذهب التصوف؟ واش غادي يدخلوا لكم المدارس، يدخلوا لكم المؤسسات، يدخلوا لكم كل حاجه؟ هاد الناس هاد المتصوفه داخل المغرب غادي يخرجوا عليكم بفتاوى عجيبه جدا، فتاوى بطبيعه الحال سيحلون كل ما حرمه الله، غادي يحلوا لكم كل شيء. الربا راه حلوها لكم، الربا داخل المغرب دار لكم حلال، يعني بغا يمشي يشد القروض يشدهم، داير لكم الربا حلال حلال، لا اللي محتاج ولا اللي ما محتاج، كلشي قال لك بطبيعه الحال سير شد القروض، سير باش تشري هاد الاضحى وشد القروض باش تشري السياره وشد القروض بطبيعه الحال باش بني. هادو راه جاي لكم هادشي، هذا هو يحلل لكم الخمر، تحليل تاع الخمر، تحليل تاع الزنا، تحليل تاع كلشي، هادشي بطبيعه الحال جايين هاد المتصوف هادو بطبيعه الحال. الا ما لقاوش جهه بطبيعه الحال اسلاميه سنيه على اي حال اللي توقف ليهم، لان كيدعموهم داخل المغرب. وراه هو واحد فيهم مؤخرا مشى للميريكان، وهذا المثل كاع قدو المغرب، مشى للميريكان دار الفتوى تاع في وسط الميريكان، دار الفتوى كيف تاع تحريم قال لك لا، هما قال لهم بطبيعه الحال الذكاء الاصطناعي حرام والصناعه حرام، قال هادشي قال لهم بطبيعه الحال العلم تاع الميكانيكا كلشي بطبيعه الحال حرام. علاش؟ قال لك لان الصناعه بطبيعه الحال تاع الانسان الالي ما فيه روح، ما فيهش روح، اش التخربيق، اش التخربيق. الله سبحانه وتعالى تيقول في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ تعلم، واسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. اش التخربيق عند هذا؟ اش هذا المذهب عند هذا؟ اش هذا المذهب؟ ما هو هذا المذهب بطبيعة الحال؟ من أين أتى هذا المذهب المتخلف اللي كتبناه الحركة الصهيونية تاع الإسرائيليين داخل المغرب؟ اللي كتبناو هذا المذهب، ماشي كيتبناوه لأنه كيف ما قلنا على أي حال مذهب كيف ما قلنا كما تيقولوا. قال لك هاد الناس ما عندهمش علاقه بالسياسه والناس مسالمين كما يقولون، زعما مسالمين ودايرين، ماشي لهذا الشيء. كيتبناو كيف ما قلنا شحال هاد الحركات المتصوفه المتخلفه داخل المغرب، كيتبناوها كيف ما قلنا شحال هاد الاسباب باش يبقى الشعب متخلف. علاش نشروا فيكم السحر والشعوذه؟ علاش السحر والشعوذه؟ علاش تلقوا لكم طبيعه الحال السحر والشعوذه؟ يستعملون جميع الوسائل الخبيثه من اجل طبيعه الحال يعني تعطيل الحركه، يعني كيف ما قلت الحركه كيف ما قلت الحال تعتقد، يعني الحركه كيف ما قلت الحال تخرج هذيك المنطقه وتخرج بطبيعه الحال هذاك الشعب من التخلف. الحركه بطبيعه الحال تاع التقدم الصناعي والتقدم بطبيعه الحال الفكري والتقدم تاع البناء الاقتصادي وهادشي بطبيعه الحال كينشروا لكم هذا الشيء داخل هذيك البلاد. السحر لا سياسه داخل المغرب، هذوك المظاهر تاع السحر اللي تنشروا داك لا سياسه. وفاش قلت لكم انا المخزن، باش قلت لكم انا المخزن ولا اداه لا لهذا الشيء كينفذ، لانه هو واحد النظام ما عنده سوق في الشعب اصلا، وما عنده سوق في الشعب بطبيعه الحال. السحر والشعوذه راه داخل بطبيعه الحال في العقيده، هذه العقيده نفس العقيده السحر والشعوذه نفس العقيده المتخلفه. علاش؟ لان العقول كتولي بطبيعه الحال حنا يعني في المذهب السني كيف ما قلنا على حال صحيح السحر حق، السحر حق بطبيعه الحال، والعين حق بطبيعه الحال، ولكن ماشي بهذه المظاهر. الانسان كيتسحر بطبيعه الحال، ولكن ماشي بهذه المظاهر اللي تنشروا عندنا بطبيعه الحال، حتى ولا شي بطبيعه الحال خلق واحد الحركه تخلفيه داخل هذاك الشعب. مثلاش الانسان كيرتبط على اي حال بالعلوم، بالرياضيات وبالفيزياء وبعلم الفلك وبالجيولوجيا، وكيقرا بطبيعه الحال، كينور العقل تاعو بطبيعه الحال، كيشوف الطبيعه وكيشوف بطبيعه الحال وكيخترع، كينقي عقلو من هادشي، كيخترع كيحيد هاد الغمامه تاع السحر وتاع الشعوذه وتاع الصوفيه وتاع شي تاع، كيحيد هاد الغمام. ماشي لا ما كاينش المذهب السني، المذهب السني المذهب نظيف وصحيح ويدعو الى العلم والقوه، وهادشي اللي ما بغاوش النجاح. هادو اللي متحالفين معاهم
متحالفين مع هذه الحركه الهمجيه الصهيونيه. هادشي هذه هي النتيجه تاع الحكم تاعهم تاع 100 سنه في هذيك البلاد. ماشي لا قلنا هادشي لا يعني قلنا شحال نخطروا قلنا ماشي مره ماشي جوج. هادشي نشوف بطبيعه الحال في اوسط تاع النساء، خصوصا بطبيعه الحال السحر والشعوذه في اوسط النساء والرجال والاميين والناس المتخلفين، ماشي بطبيعه الحال. هادشي لا متعمد، لا بحال الفكر المذهب الصوفي، بحال السحر والشعوذه، بحال 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 بحال. وهاد الامور كيف ما قلنا عليها شحال خطيره جدا، وهادشي بطبيعه الحال باقي الى يومنا هذا. علاش راه مستمر في هذيك البلاد. الا ما قضيتيش على هادشي ما يمكنش بطبيعه الحال تخلق واحد الحركه فكريه، واحد الحركه كيف ما قلنا على الاتحاد اللي غادي تكون كيف ما قلنا على الاتحاد رافعه التقدم تاع الدوله في جميع المجالات. الا ما خديتيش على هاد المظاهر تاع السحر والشعوذه والفكر الصوفي وهادشي بطبيعه الحال. دابا ما كيفكروا يحيدوا المذهب المالكي ولا حيدوه، واقيلا كيفكروا يحيدوه ويجيبوا لكم مذهب كيف ما قالت تاع الصوفيه، يدخل لكم بطبيعه الحال المذهب الصوفي. كاننا يعني في هذيك البلاد ورينا ما كاينش واحد اللي كيتاخذ فيها القرار، ما كاينش ما كاينش هذيك البلاد سيطروا عليها، سيطروا على هذيك البلاد بطبيعه الحال. وهادشي اللي غادي يوقع لهم هاد المشروع، هاد المشاريع كاع دابا اللي كتفتح، هادشي اللي غادي يوقع لهم، غادي يتم الافشال تاعها بسبب بطبيعه الحال هاد الفكر المنتشر داخل المغرب. غادي يتم الافشال تاع هاد المشاريع. هاد المشاريع دابا بطبيعه الحال اللي في المجال تاع الصناعه والذكاء الصناعي والذكاء العلمي ماشي، هاد المبادرات كتبقى مبادرات وكتبقى بطبيعه الحال فقاعات في السماء. سيتم الافشال تاع هاد المبادرات، سيتم الافشال تاعها، لان الدوله، هاد الدوله كيف ما قلنا كتسمى بطبيعه الحال الدوله العلويه او الدوله كيف ما قلنا على الاتحاد العلويين. يعني العلويين كيف ما قلنا على الاتحاد من يدخلوا بطبيعه الحال المنطقه، واخا النسل تاعهم انتهى. العلويين النسل تاعهم بطبيعه الحال انتهى في المغرب. النسل تاع العلويين انتهى كيف ما قلت مع محمد الخامس. العلويين الاسرائيليين بطبيعه الحال، انا بطبيعه الحال من الفئه الاسرائيليه بطبيعه الحال. وهم بطبيعه الحال كانوا يهود. اخر حكم تاعهم هو محمد الخامس كيف ما قلت، انتهى النسل تاعهم مع محمد الخامس كيف ما قلت. لان محمد الخامس ما عندوش كيف ما قلنا الاتحاد ما عندوش، يعني كان كيف ما قلت عاقم، ما عندوش ابناء. طب الحسن الثاني جاي من جهه اخرى بطبيعه الحال. يعني هو انت كيف ما قلنا شحال الناس تاعو وكان هذا هو المذهب تاعو. ونهار جاو لهذيك المنطقه كان هذا المذهب تاعو بطبيعه الحال، مذهب التصوف. المذهب التصوفي كيف ما قلنا عليه الاتحاد تبناوه، اللي هو لا شابه كذلك حتى بالمذهب اليهودي. التصوف بطبيعه الحال المذهب اليهودي لا عندهم بطبيعه الحال نفس كيف ما قلنا عليه الاتحاد نفس التوجه. كاين عقائد اللي عندها في العالم يعني عندها نفس التوجه، يعني كنهضروا بطبيعه الحال على اليهوديه وعلى التصوف وعلى الشيعة. يعني بطبيعه الحال المذهب الشيعي، هذا المذهب الشيعي بطبيعه الحال والمذهب كيف ما قلنا حتى يعني الهندوسيه. المذهب الهندوسي هذولا كلشي بطبيعه الحال لا يعني اصل واحد بطبيعه الحال، يعني لا اصل واحد كيف ما قلنا على الاتحاد. المذهب اليهودي والمذهب بطبيعه الحال الشيعي والمذهب كيف ما قلنا على الاتحاد يعني الصوفي والمذهب بطبيعه الحال تاع الهندوس. بطبيعه الحال اللي كاين في الهند بطبيعه الحال الهندوس ماشي كلشي، ماشي جميع الهندوس بطبيعه الحال، ولكن فئه فيهم الطبقه الحاكمه، الطبقه تاع بطبيعه الحال هما اسرائيليين بطبيعه الحال. طبقه بطبيعه الحال تاع الهندوس اللي هما بني اسرائيل، هادو لا فئه واحده بطبيعه الحال، فكر واحد وعقيده واحده بطبيعه الحال. هذا فلهذا وهذا العقيده هذا العقيده كيف ما قلنا على الاتحاد كلها كتامن بشي تاع الروحانيات وشي بطبيعه الحال تاع الحلول وشي تاع التخربيق تاع التخربيق وشي تاع الارتقاء وشي تاع التخربيق. هذا كله كيف ما قلنا على الاتحاد باطل، عقيده باطله. والعقيده الباطله لا يؤسس على العلم. هذا هو الخطوره. لا يمكن طبيعه الحال لعقل كيف ما قلنا على الاتحاد يعني مؤسس بطبيعه الحال عنده يعني معتقدات باطله بطبيعه الحال باش يبدع يخترع. وهذا الشيء بطبيعه الحال هما اللي هاد المسائل بطبيعه الحال نشوف. وهاد الامور راه وقعت على الاتحاد في المدرسه المغربيه. تحارب العلم، تحاربت المعرفه، تحاربوا مجموعه على الاتحاد من المحاولات اللي كانت في التسعينات وفي الثمانينات على الاتحاد دخلت المدرسه المغربيه، غلقوها وسدوها بطبيعه الحال. هاد الافكار انت يقول لك لا هذاك
هذاك القاع ما خصناش. قال لك لا داكشي حنا اش بغينا نديرو بالصناعه، انا ما نديرو بالصناعه، الصناعه حرام. يقول لك الصناعه مضره بالانسان، هما تيقولوا هادشي اليوم. الا في المغرب الزوايا هاد الصوفيين هادو لا غيكونوا كارثه بطبيعه الحال عليك، كارثه بطبيعه الحال. حنا الحل اللي عندنا في هذيك البلد هي نرجعوا على اي حل المذهب تاعنا الصحيح اولا، اللي كيدعي العلم والمعرفه والابداع، وكيدعي كيف ما قلنا على شحال الاختراع، وكيدعي كيف ما قلنا على شحال هذا المذهب الصحيح، المذهب الاسلامي بطبيعه الحال. الطريق تاعو باين، والاصل تاعو بطبيعه الحال باين بطبيعه الحال. ثانيا محاربه الشعوذه، محاربه السحر، نشر على اي حال، نشر الافكار، نشر كيف ما قلت حل العلم. هادشي خصو يتحيد بطبيعه الحال. هاد الزوايا وهادشي بطبيعه الحال هادشي خصو يتحبس. هادشي بطبيعه الحال صافي. هاد العقيده كيف ما قلنا شحال اللي بغى يتصوف يمشي يتصوف، اللي بغى يمشي يتبنى التصوف يمشي يتبنى، ولكن ما ياخذ حتى شي دعم من الدوله. كاين ديك الزوايا ما ياخذوش باقي الدعم، ما تعطيش باقي دعم، سير تصوف، تبنى الصوفيات، تبنى اللي عجبك شغلك هذا. لكن ما تجيش بحال تقول للدوله، ما تجيش تقول للدوله اعطيني دعم، لانك لا تنجز شيء. لان الدوله عندها مساجد، لان الدوله فيها مساجد يعبد فيها الله، وفيها خطب تاع الجمعه، وفيها مدارس كيتكونوا فيها على اي حال، يعني الخطباء كيكونوا فيها بطبيعه بحال الفقهاء. انت ما علاقتك على اي حال بالدين تاع الدوله اللي غادي تجي تفرض علينا على اي حال العقيده تاعك، باش تولي كذلك بطبيعه الحال طرف داخل وزاره الاوقاف ولا داخل بطبيعه الحال النسيج تاع الديني، باش تاخذ كذلك باش تاخذ كما قال، لانك انت كتقول لي انني انا لا مع الدوله ولا مع بطبيعه الحال، ولا شي كيقول هادشي دابا بحال ديالو بطبيعه الحال. حنا على هادشي كنبهوا من هاد العقيده على اتحاد في المغرب، لانها خطيره جدا على العلم وعلى المعرفه وعلى التقدم الاقتصادي وعلى البناء بطبيعه الحال كلشي. وهاد الامور كيف ما قلنا على اتحاد لا مستمره، لا حنا عارفنا، لا كاين شي مسائل كنهضروا فيها لا ما كيقدروش، كاين شي مسائل سبحان الله العظيم كنهضروا فيها كتبقى فيها السياسه هي شحال هادي من نهار دخلنا لهاد مواقع التواصل الاجتماعي. كاين شي مسائل كدار، وكاين شي مسائل كيف ما قلنا شحال السياسه فيها ثابته، لان خصها تمشي، ما خصهاش تخترق. ومن هذا الجانب الديني بطبيعه الحال. وحنا اليوم هاد الحركه خصنا نتخلصوا منها داخل المغرب، وهاد الاجنده خصنا نتخلصوا منها داخل المغرب. خصنا نرجعوا للتاريخ تاعنا، ونرجعوا للمذهب تاعنا الصحيح، ونرجعوا للطريق المستقيم. الا مشينا في هذا المستوى كيف ما قلنا على اي حال، هذاك ما يسمى هذاك المغرب مشى، لان المشروع تاعهم راه كيتنفذ، دابا راه تيحاربوا لك الكفاءات، هذه الكفاءات دابا راه تحاربوا العقول، تحاربوا المخترعين، تحاربوا الكفاءة بهذه العقليه هذه المتصوفه، هذه العقليه المتصوفه اللي من 400 سنه في هذاك 400 سنه في هذيك المنطقه ما صنعتش ابره وحده، ابره ما صنعتهاش. كل الانجازات اللي كانوا في هذيك المنطقه كانوا على حال قبل هذه المرحله كيف ما قلت حتى العلويين في الشمال الافريقي. طبيعي كل الانجازات الصناعيه اللي كانت، الانجازات الصناعيه كيف ما قلت في المجال تاع صناعه السلاح، في المجال تاع بناء المصانع، في المجال كيف ما في مجموعه من المجالات. الصناعه التحويليه كانت قبل 300 سنه و 400 سنه على في المنطقه. فجاو هادو تبناو هذا المذهب الصوفي اللي الباطنيه، الحركه الباطنيه بطبيعه الحال كانت تستعمل بطبيعه الحال في العالم، خصوصا بطبيعه الحال كما قلنا على حال الماسونيه البريطانيه، على حال الماسونيه الفرنسيه، هي دخلت بطبيعه الحال المنطقه، هي دخلت كيف ما قلت حال الحركه يعني الصوفيه، لان الزوايا ما كانش فيهم مفهوم بطبيعه الحال تاع الصوفيه اصلا. الزوايا في المغرب كانت كلها بطبيعه الحال سنيه، كلشي كتابع بطبيعه الحال المذهب المالكي في المغرب، ما فيهاش شي تاع التصوف. الحركه الصوفيه على حال دخلت مع كيف ما قلنا على حال الحركه الاستشراقيه، هما اللي دخلوا هاد العقائد كيف ما قلنا على حال دخلوا من المغرب. وراهي دابا شوف دابا الكارثه، يعني الكارثه الكبرى هي انهم بطبيعه الحال ولاو كيصدروا هاد العقيده لافريقيا، ولاو كيصدروا لنا بطبيعه الحال هاد العقيده لافريقيا. اليهود الصهاينه داخل المغرب كيصدروا هاد العقيده الافريقيه، ما كيصدروش لمذهب بطبيعه الحال المالكي السني. علاش؟ لان كيخافوا
كيخافوا على اي حال في افريقيا لا تاسس دول سنيه وتاسس حركات سنيه قويه، ما بغاوش. كيوقع في الصومال وكيوقع بطبيعه الحال في مجموعه من الدول، ما بغاوش. وهذا هو يعني المشروع تاعهم كما بحال التصدير على اي حال المذهب الصوفي. وهاد الدول اللي كتستقبل كيف ما قلنا بحال المذهب الصوفي في الدول الافريقيه تعرض لنفس المشكل، يكون فيها تخلف كبير في المجال بطبيعه الحال الاقتصادي والصناعي والتنميه وكلشي هادشي بطبيعه الحال، لان كتبنى هاد الافكار داخل المدرسه وداخل المجتمع. والفكر الصوفي هو فكر كيف ما قلنا على اي حال يعني هما يعني حابسين كيف ما قلنا على اي حال الحياه تاعهم في واحد القوقعه ومنعزلين عن العالم. وهاد المسائل صافي يعني معزلين عن العالم، وهاد المسائل خطيره جدا. هاد المسائل بطبيعه الحال اللي كتنشر في المجتمع دابا وكانت منشوره في المغرب شحال هذا بطبيعه الحال من كيف ما قلنا عليه شحال 300 سنه. هاد الفكر يعني كيف ما قلنا عليه شحال بدا كيدخل وكيعقد قوه. البعض تيقول لك لا ما عرفتش بعض الكتب بعض المراجع، هادوك المراجع لقاوها ما كانش حركه ولكن كان شخص كتب بحال هذاك ابو حامد الغزالي ولا ما عرفتش شكون هو هذاك الاخر بطبيعه الحال. المصادر تاع هذه الحركه هذاك ماشي هو ما كتبش باش ياسس حركه ولا ياسس بطبيعه الحال يعني فكر ديني، هو كتب واحد الافكار اللي كان كيامن بها وجا فاش دخلت الحركه الاستشراقيه ودخل الاستعمار بطبيعه الحال شي يعني كيف ما قلنا دخلوا بداو بطبيعه الحال كيأسسوا هادشي، تأسسوا بطبيعه الحال العقائد الباطنيه على اي حال بطبيعه الحال في المنطقه. حنا ماشي شغلنا، حنا اللي بغى يتبنى شي مذهب يتبناه، حنا تبنى اي مذهب بطبيعه الحال، ولكن فاش كنشوفوا هذا المذهب خطر على الشعوب وخطر كيف ما قلنا على شحال على التقدم تاع الشعوب وخطر كيف ما قلنا على شحال على التماسك الاجتماعي، هذا المذهب الصوفي راه خطر على التماسك الاجتماعي بطبيعه الحال. كنبهوا منه كنحللوا هادشي بطبيعه الحال. احنا بغيت تولي شيعي ولا شيعي، بغيت تولي يعني بغيت تولي صوفي ولا صوفي، بغيت تولي حنا المهم حنا نقول لك هذا طريق الحق، حنا المهم نقولوا هذا طريق الحق، هذا الطريق تاع الحق والطريق تاع الباطل، انت سير ولي اللي بغيت تولي، شغلك هذاك القرار تاعك هذاك. ولكن هادشي ما خصوش يأثر كيف ما قلنا على شحال على المجتمع، ما يأثرش بحال على الدوله. كون بغاو ليكم الخير ولا ما بغاوش ليكم الخير، كون بغاو ليكم الخير ونتبناو المذهب تاعكم، ما بغاوش يتبناو المذهب تاعكم ولا ما بغاوش ليكم الخير. وكون بغاو ليكم الخير كيف ما قلنا على شحال ما غاديش يخرجوا لكم هذوك الشيوخ الصوفيين تيقول لكم طبيعه الحال الصناعه حرام ولا البناء الصناعي حرام والبحث العلمي حرام، وحنا هادشي ما نديرو به، حنا خلينا نبقاو كناكلو كنشربو جالسين في الزوايا وكنتصوفوا، خلونا غير في هاد العبادات وهاد الذكر وهادشي بطبيعه الحال والحلول، خلونا غير في هاد يعني باش يحل فينا الاله والتخربيق تاعهم بطبيعه الحال. وهادو هما اللي اداو على شحال بسقوط المنطقه. هاد الفكره هذا هو اللي ادى بطبيعه الحال الى تمهيد الى دخول شحال الاستعمار الفرنسي شمال افريقيا كامله. هاد الحركات هما اللي سقطوا المنطقه. باش تعرفوا الخطوره هذا اليوم هادشي بطبيعه الحال كيحاولوا اسقاط المنطقه عبر نفس الفكر كينشروه. ولكن ما غادي تهضر سير دابا انت سير في المغرب يتهموك بالارهاب، يقول لك انت وهابي، انت يقول لك تابع ابن تيميه، تابع السيد قطب، تابع دابا ولات الوهابي، يقول لك يتهمك بالوهابيه ويتهمك بالارهاب ويتهمك بشي بطبيعه الحال. هما الحركه الصهيونيه هادو اللي عندهم هاد العقيده الاسرائيليه الارهابيه، العقيده الاسرائيليه بطبيعه الحال كتبنى هاد الاجنده الخطيره جدا، وهي اللي دارت هاد الفضيحه في النساء المغربيات، وهما اللي داروا هاد الفضائح كلشي بطبيعه الحال في المراه المغربيه، وهما اللي داروا هاد الفضائح على اي حال في الطفل المغربي، وهما اللي نشروا بطبيعه الحال هادشي في المجتمع. هاد الحركه الارهابيه على اي حال حكم العالم اللي كتكره ماشي غير المسلمين، راه كتكره الشعوب، كتكره على اي حال الانسان، كتكره الانسان كانسان، كتكره بطبيعه الحال، ماشي فقط نقول حنا غير الشعوب غير يعني شعب راه هي يعني اشد كراهيه للعرب والمسلمين، زائد انها اشد كراهيه حتى يعني الانسانيه. وفي حاله انهم حكموك من الداخل
اخطر حاجه هما انهم يحكوك من الداخل بالاجنده تاعهم. ماشي اللي واقع لنا بطبيعه الحال اليوم في العالم الاسلامي انهم حاكميننا من الداخل بطبيعه الحال. ولكن الله سبحانه وتعالى كيف ما قلنا تحت سيجعل من هذه الامور كيف ما تحل مخرجا. سيجعل بطبيعه الحال هذه الامور مخرجا. وعقلوا اش نقول لكم، الله سبحانه وتعالى تحل سيسخر في العالم قوه عسكريه. اسمعوا اش نقول لكم، الله سبحانه وتعالى سيسخر قوة عسكرية من المسلمين وغير المسلمين لتحرير هذه المنطقة كاملة من هذه الأجندة الإرهابية الفاسدة. عقلوا شنو تنقول لكم، انتم عقلوا شنو تنقول لكم بطبيعة الحال. نعاود، الله سبحانه وتعالى عليه تحل سيجعل لكل أمر مخرجا. الله سبحانه وتعالى سيسخر قوة كبيرة جدا عسكرية من المسلمين المجاهدين وغير المسلمين لتحرير كيف ما قلنا هذه المناطق على تحل هذه الأجندة الإرهابية تاع بطبيعة الحال. هذا الشيء بطبيعة الحال يوقع كيف ما تحل في هذه المنطقة. هذا الفساد الكبير تاعهم بطبيعة الحال، فسادهم أصبح بطبيعة الحال كبير جدا. هذه الحركة التخريبية. عقلوا شنو نقول لكم بطبيعة الحال. وسينضم إلى هذه جيوش أخرى من المنطقة، وسينضم إلى هذه الجيوش على أي حال خلق كثير من المنطقة بطبيعة الحال لتحرير كيف ما قلنا على حال وطرد هذه الأجندة كيف ما تحل من المنطقة وبناء كيف ما قلنا على حال دولة إسلامية سنية قوية في هذه المنطقة إن شاء الله. هذا خير ما نختم به بطبيعة الحال بهذا اللايف. وعلى من كيف ما قلنا عليه حال يعتقد أنه هزم الله سبحانه وتعالى، لأنه ما الصراع تاعهم ماشي معاه فقط شيوعهم، هما كيعتقدوا أنهم كيتصارعوا مع الله سبحانه وتعالى، واخا هما لا يساوون شيء أمام القدرة تاع الله سبحانه وتعالى. من نهار بطبيعة الحال ظهرت هذه الحركة تاعهم كتصارع مع الإسلام وكيعتقدوا أنهم كيتصارعوا فقط غير مع القرآن لا ولو ما كاع يعتقدوا كيتصارعوا حتى مع الله سبحانه وتعالى، وهم لا يمثلون شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. لا يمثلون لا شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى. هم لا شيء من الحجم، حتى الحجم تاع النملة أو الحجم تاع البعوضة اللي مذكورة في القرآن لا يساوونه بطبيعة الحال. باش تعرف الغرور تاعهم، باش تعرف أنهم ناس مغرورين وناس كيف ما قلنا شحال حاقدين في هذيك المنطقة. وكل الأشياء والسياسات التي يضعونها في هذه المنطقة كلها يضعونها على حال بشكل مقلوب حتى تتقدم هذه الشعوب وحتى ينتقمون من الشعوب، لأن الله سبحانه وتعالى أشد كراهية أشد عداوة للذين آمنوا. إنهم أشد عداوة للذين آمنوا، أشد عداوة. ولكن كيف ما قلت الله سبحانه وتعالى سيسخر هذه المنطقة كاملة من يحررها من هذه كيف ما قلنا على الاتحاد الأجندة. فقاش نقول لكم عقلوا بطبيعة الحال نقول لكم الأيام بنية إذا كتب لنا بطبيعة الحال أننا باش نعيشوا إلى ذاك الزمان إلى ذلك العهد فهذا سيحدث. وهذه المنطقة كلها ستسلم إلى ناس طاهرين العقيدة تاعهم مستقيمة، إلى ناس كيف ما قلنا على الاتحاد يريدون كيف ما قلنا الاتحاد الخير للجميع وهم بطبيعة الحال باش يبنيو دولة قوية. ستسلم هذه المنطقة بطبيعة الحال الناس مؤمنين. وعقلوا شنو تنقول لكم. فلهذا الصراع يعني كيف ما قلنا عليه تحس الصراع الدولي بين الحق والباطل. البعض يعتقد لا الصراع يعني الصراع الدولي بين يعني المسلمين وهذه الأجندة. لا، كان غير المسلمين، كاين جهات غير إسلامية ولكن كذلك مع الحق، مع هذا الفكر تاع الحق، هذا الفكر بطبيعة الحال تاع الإسلام السني تاع الإسلام كيف ما قلت حال حقيقي. الإسلام الحقيقي لا ما كاينش طريق أخرى، لا توجد أي طريق أخرى بطبيعة الحال يعني الخلاص، ولا طريق أخرى كيف ما قلت حال بعد الموت، ولا توجد أي طريق أخرى بعد الموت. طريق أخرى بطبيعة الحال يعني الخلاص بعد بطبيعة الحال الموت إلا هذا الطريق. لا توجد أي طريق أخرى إلا الطريق بطبيعة الحال تاع الإسلام تاع كيف ما قلت الحال تاع العقيدة الصحيحة اللي المصدر تاعها القرآن السنة الصحيحة كيف ما قلت الحال. وهذا الطريق بطبيعة الحال تاع تاريخ تاع الإسلام الصحابة والرسول الله سبحانه وتعالى. هذه هي الطريق الصحيح، لا توجد أي طريق أخرى. هادشي
ما يطار في العالم. مع كل احتراماتنا لجميع العقائد واحتراماتنا لجميع الشعوب، وكل انسان العقيده اللي كيتبنى، اي انسان طبيعي الحال كيتبنى فكر معين، اللي كيتبنى كيف ما الحال عقيده معينه، فهذا ما فيهش نقاش من طبيعه الحال. لا يوجد من طبيعه الحال فيه نقاش. الهجوم على العقيده تاعو او الانتقاد على العقيده هذا ما فيهش نقاش، ولكن نحن نتحدث فقط من طبيعه الحال على الحق، ونتحدث من طبيعه الحال على هذه الفئه، يعني كيف ما تحل الفاسقه، هذه الفئه كيف ما تحل المجرمه، هذه الفئه اللي هما اعداء الله سبحانه وتعالى، اعداء الرسول تاعو كيف ما تحل، وكينتقموا على اي حال من المسلمين، وكينتقموا كيف ما تحل الشعوب الاسلاميه بالتشتيت تاعها، بالتجويع تاعها، بكل وسائل كيف ما قلنا. هذا الخبث سينتهي هذا الخبث من الارض، هذا الفساد الكبير اللي وصل له من طبيعه الحال سينتهي من الارض بطبيعه الحال، لن يستمر. وهذا كلام، هذا ماشي، هذا لا كلام ووعد من الله سبحانه وتعالى، هذا كلام وعد. فعلى شعوب المنطقة أن تستعد للانضمام، وأستعد لتحرير البلدان تاعها. على شعوب الأرض، على الشعوب في هذه المنطقة أن تستعد، عليها أن تستعد بطبيعة الحال. فلهذا فنحن بطبيعة الحال المسائل احنا مطمئنين أن النصر في المستقبل لهذه الشعوب، والنصر في المستقبل بطبيعة الحال للحق. مهما فعلوا في هذه الأرض، مهما فعلوا، فلن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه الأهداف اللي كانوا خططوا لها من 1400 سنة. كون غادي يوصلوا، كون وصلوا بطبيعة الحال في 600 سنة 700 سنة، كون وصلوا أسقطوا دولة، يعني أسقطوا الدولة، يعني الدولة العثمانية الإمبراطورية أسقطوها، ولن يستطيعوا الوصول إلى هذه الأهداف. هدف تاع تحريف القرآن، بطبيعة الحال تاع طمس الحق، هذاك الطريق تاع الحق، هذا الطريق بطبيعة الحال تاع الحق بغاو باش يطمسوا باش حتى شي واحد ما يعرف الحقيقة، ما يعرفش الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذرية تاع الأنبياء، والذرية تاع الصالحين، والذرية كيف ما قلنا شحال تاع الصحابة، والذرية تاع هادو جينات متوارثة، وهاد الناس لا يمكن أن يقول إلى الحق. شوفوا نتوما، يعني سوريا هذه سوريا بطبيعة الحال، والشعب السوري بطبيعة الحال، شكون النظام اللي حكمهم؟ نظام علوي. يعني سوريا بطبيعة الحال نظام علوي، يعني بحال النظام الشيعي بطبيعة الحال، نظام علوي. واش استطاع هذا النظام؟ واش هذا النظام كيف ما تحال استطاع باش يفرض العقيدة تاعو يعني على الشعب؟ واش استطاع كيف ما قلت باش يفرض العقيدة تاعو على الشعب؟ ما استطاعش. بقى الشعب السوري ديما شعب سني، ودائما لن تجد أي سوري إلى يومنا هذا إلا قليل فئة كيف ما قلنا على أي حال، اللي هي إما علوية أو بطبيعة الحال مسيحية أو طوائف أخرى، ولكن لن تجد في هذا الشعب السوري أي أحد يقول غير الحق. ما تلقاش بطبيعة الحال في السوريين كاملين إلا يقولون غير الحق. الحق يعني كيف ما قلنا على الحال الكلام الصحيح الذي لا بد أن يقال. لماذا؟ لأنهم ذرية من ذرية على أي حال، نفس الذرية. وفي مجموعة من الدول العربية، وفي مجموعة كذلك من الدول الإسلامية، لن تجد بطبيعة الحال هذه الجهات يقولون إلا الحق، ما يمكنش يقولوا غير الحق. وهذا لا ماشي البعض يقول لك لا، البعض يعتقد لا شيء من الله سبحانه وتعالى. لا بد الله سبحانه وتعالى أن يسخر على هذه الأرض جهات تتحدث في الحق، وإلا هذا الحق ما يمكنش يطفى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره كيف ما قال الحال كافر. فلهذا احنا بطبيعة الحال مطمئنين، مسألة وقت، يعني مسألة وقت، والحل موجود والحل كاين، مسألة وقت. الظروف ستنضج لهذا الأمر اللي قلت أنا دابا، ستنضج الظروف بطبيعة الحال، ولهذا هما اللي كيسرعوا اليوم بطبيعة الحال بالأجندة تاعهم، كيسرعوا بتنفيذ هذا الشيء تاع، ولكن هذا لا ينجيهم على أي حال من إحقاق الحق في هذيك الأرض، وهزيمة الباطل وهزيمة الشر في هذيك الأرض. الشر تاعهم وصل كيف ما قلنا على الحال آفاق سمعتي، شرهم وصل على الحال واحد المستوى أكثر من الشيطان. الأجندة تاعهم على الحال والشر تاعهم أكثر من الشيطان، يعني فاتوا من طبيعة الحال الشيطان في الشر. لا هاد الأجندة اللي كيطبقوا علينا بطبيعة الحال حنا في المغرب، ولا كيف ما قلنا حتى يعني كل الوسائل بطبيعة الحال كيستعمل في هذيك الأرض. وهادشي لا ماشي في المغرب، هادشي بطبيعة الحال في تركيا، في مجموعة من الدول على الحال. هذا حنا فاش كنتقدوا كيف ما قلنا على الحال هادو عارفين أنهم كاين الانتقام العرقي وكاين التهميش العرقي
وكان كل هادشي لانه هما اصلا نظام عرقي. البناء تاع الدين تاعهم دين عنصري عرقي. البناء تاع الدين تاعهم عنصري عرقي. يعني البناء تاع الدين تاعهم يعني بناء تاع الابارتايد على اي حال. ما يمكنش تجتمع معاهم في منطقه واحده، وما يمكنش تعيش معاهم، ما يمكنش بحال اعداء عدو الانسانيه. ما يمكنش اي شعب في العالم يعيش معاهم، يعيش بهذه الاجنده تاعهم ويعيش معاهم. ما يمكنش مستحيل. والله سبحانه وتعالى فاش تحدث في القران على هذا الشيء، ماشي لاعب، هذه حقائق. وشنو كيدير النظام المغربي؟ كيمشي كيتحالف معاهم. النظام المغربي كيمشي كيتحالف ماشي معاهم، مع الاجنده تاعهم، مع الاجنده اللي كيطبقوا علينا في المغرب بطبيعه الحال. وهادشي راه فاهمين عليه سريا، والنظام راه كيطبق سري على الشعب بطبيعه الحال. هذا المشروع تاع النساء يتم التهجير تاعهم، والاتجار في الاجسام تاعهم، والاخراج تاعهم من الدائره، والمشروع تاع اغتصاب الاطفال، ومشروع بطبيعه الحال تاع اخراج على اي حال يعني القاصرات، ومشروع كلشي هادشي تاعهم. نشر السحر، نشر الشعوذه. واش هادو بغاو لكم الخير؟ هادو مع منحرفين. واش بغاو لكم الخير؟ نشر السحر، نشر الشعوذه، يعني نشر كل يعني المظاهر كيف ما قلنا على اي حال تاع التخلف. هذا ما بغاوش لكم الخير هذا بطبيعه الحال. حنا يعني الشعوب الاسلاميه وحنا في شمال افريقيا، خاصنا المغرب باقي نائمين. نحن نائمين في سبات عميق، ولا نعلم ماذا يعني الخطط من طبيعه الحال، يعني كيف ما قلنا عليه الحال كتوضع على هذه المنطقه. نائمون. احنا ناعسين بطبيعه الحال. باقي ناعسين علاش؟ انهم باش يرجعوا للدين تاعنا خايفين. علاش كينشروا لكم الصوفيه؟ خايفين ترجعوا للمذهب تاعكم السني. الا رجعتوا للمذهب تاعكم السني غادي تفهموا. الا رجعتوا للمذهب تاعكم السني وفهمتوا القران وفهمتوا الاحاديث وفهمتوا كل هذه الاشياء، غادي تفهموا طبيعه الصراع، وتفهموا على حل الوسائل اللي غادي تستعمل في الصراع، تفهموا كيفاش تنتصروا. هادشي اللي ما بغاوش الشعوب الاسلاميه. غادي تفهم طبيعه الحال طبيعه تاع الصراع، وتفهم كيفاش غادي تنتصروا. ما بغاوش هادشي. خصهم ينشروا فيكم الجهل والتخلف حتى باش يبقاو متحكمين فيكم، كيصموا في الدماء تاعكم على اي حال. الثروات تاعكم كينهبوها. جميع الثروات من طبيعه الحال كتنهب. الثروات تاعكم في المنطقه كتنهب، الاموال تاعكم كتنهب. جاري كيف ما كان على شحال المشروع تاع التفقير تاعكم وتاع التجويع تاعكم كيف ما قلنا على شحال. وجاري كل هاد الاشياء بطبيعه الحال. الانتقام منكم، الحبس النسل تاعكم، ما خصكم النسل تاعكم ما يكونش. فاش كيهجروكم كاع حينما تهجرون كيتامروا عليكم في بلدان اخرى، كيعاودوا ثاني يتامروا عليكم على شحال بلدان يهجروكم ليها، كيتامروا عليكم مع جهات متفاهمين معاهم، يعاودوا يتامروا ثاني عليكم في جهات اخرى بطبيعه الحال، باش يبقى النسل تاعكم، يبقى بطبيعه الحال الكتله تاعكم ديما يعني كيف ما قلنا على حال قليله. حنا فلهذا حنا هذا المشروع راه في راسنا، حنا لا ماشي نسينا هادشي، عارفين شنو واقع بطبيعه الحال، عارفين شنو واقع. والله سبحانه وتعالى سيجري الاسباب تاع النصر والاسباب تاع احقاق الحق على ناس كاع ما عرفتهمش نتوما، عدد كبير ما عرفهمش بطبيعه الحال. يعني حنا كنعرفوا الحجم تاع الظلم اللي واقع على بعض الناس تما في هذيك المنطقه، وما كيقدروش يقولوا الحق، خايفين. ناس مع يعني كيف ما قلنا على حال مع الناس هما كيف ما قلنا على حال مع الحق وضد كل شيء كيوقع في هذيك البلاد، ولكن ما قدروش يهضروا، خايفين، لان الحجم تاع السيطره والظلم كبير، خايفين. لكن حنا نقولوا لهاد الناس سيجعل الله لكل يعني طبيعه الحال لكل شيء مخرجا. الله سيجعل من طبيعه الحال لكل شيء مخرجا، ويجري الاسباب من طبيعه الحال على اضعف خلقه. الاسباب تاع النصر في بعض الاحيان تجرى على يد اضعف الخلق، وتاتي اسباب النصر من حيث من طبيعه الحال الانسان لا يعلم. وسينصر الله من طبيعه الحال الحق بجنود على اي حال، جنود في الارض بطبيعه الحال. فلهذا هادو من طبيعه الحال اليوم كثير منهم، واحد العدد كبير منهم مر عبر التاريخ من نهار خلق الله من طبيعه الحال البشريه، من نهار القصص تاع القران، نوح كيف ما قلنا عليه حال، وعاد وثمود وعاد وموسى، كانوا كثار منهم واشد منهم واخبث منهم واندل منهم.
كانوا من قبل بطبيعة الحال. التاريخ يعيد نفسه. هل هادوك انتصروا؟ واش انتصروا الأجنحة تاعهم؟ ما انتصروش. شكون انتصر؟ الحق. بقى الإيمان مستمر، وبقى بطبيعة الحال كيف ما قلنا على شحال الحق مستمر على شحال من جيل إلى جيل إلى جيل، وهكذا إلى يوم القيامة، وهكذا بطبيعة الحال إلى يوم القيامة بطبيعة الحال. فلهذا بطبيعة الحال حنا نطمئن الجميع اللي عنده هذا التوجه تاع الحق وتوجه أن النصر هي مسألة وقت. الله سبحانه وتعالى غادي ينصر العباد تاع المؤمنين مسألة وقت. واخا كيدخلوكم في واحد المستوى تاع التيئيس، غادي يأسوكم، غادي يدخلوكم في واحد المستوى تاع التيئيس، يقول لكم لا صافي حنا سيطرنا عليكم ما كاينش باقي، وحنا متحالفين على ان كاينش باقي، ما كاينش يعني كيف ما قلنا على اي حال حظ في احقاق الحق. صافي حنا لا لا لا, لا. نحن نؤمن بالقرآن، ونؤمن ما جاء في القرآن، ونؤمن ما جاء في السنة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونؤمن على حال بأسباب النصر، ونؤمن بهذه الأشياء. ولكن هذه الأشياء بطبيعة الحال الإنسان خصو يخدم ليها، خصو يخدم ليها بطبيعة الحال، وهذا الشيء بطبيعة الحال كاين وسيقع. ما قلت على حال من قبل سيقع. التحرير كيف ما قلت حال هذوك المناطق كاملة على حال من هذه الأجنبة. على أي حال هذا الفيديو فقط ولا استثنائي، قلت لكم بطبيعة الحال الفيديو استثنائي كيف ما قلنا على أي حال. وهاد الناس كاين بعض الجهات كيف ما قلنا على حال كذلك خارجية معارضة بطبيعة الحال ليهم، معارضة لا كتبنى يعني كيف ما قلت الحال كتبنى كيتعاملوا مع على حال بواحد بوسائل خايبة بطبيعة الحال. ولكن كاين بعض الدول كيف ما قلت الحال كيخترقوها، كيقدروا كيف ما قلت الحال يوصلوا للمعارضين، يوصلوا كيف ما قلت الحال للناشطين السياسيين مشاكل. اما ما عندهم مشكل تاع الصحراء، ومشكل بطبيعة الحال تاع بوليزاريو، ومشكل تاع الجزائر، وهذا الشيء يعني هذا معارض سياسي يكون مع من ما بغا. لكن نتوما كتقولوا دولة أقوى دولة في أقوى دولة وحنا هادشي ايوا معارض واحد ولا جوج مشى مع الجزائر مشى مع بوليزاريو ما عندوش اعتراض. اش كتخافوا منه؟ اش كتخافوا بطبيعة الحال مع واحد معارض ولا معارضة ولا يعني ناشط سياسي؟ لكن نتوما دولة قداش مشى مع بوليزاريو ولا مشى مع الجزائر، ما علاش تخافوا؟ ماشي غادي تخافوا. مشى مع بوليزاريو كيدافع على بوليزاريو وكيدافع على الجزائر وكيدافع يعني مشى مع الجزائر ولا مشى مع بوليزاريو ولا مشى مع المريخ ولا مشى مع زحال ولا مشى اش غيغير؟ لكن كنتو نتوما مسيطرين ومطمئنين. علاش كتنتقموا من الناس؟ علاش كتخسروا الفلوس تاع الفوسفات وتخسروا الصفقات السريه بالملايين فقط باش تنتقموا واحد مع الجزائر ولا مع مغربي يعني كيقول الراي تاعو كيدافع على البوليزاريو ولا الجزائر؟ علاش هاد الخوف زعما كيفاش؟ يعني كيبان طبعا انكم دولة هشة، انكم انتم دولة هشة. الرأي تاع واحد في الخارج كيهضر الا كنتو دولة قوية ما لا يغير، خليه يهضر تما. الا كنتو متأكدين من راسكم وشادين بزمام الامور علاش كتحاربوا؟ علاش كتخسروا الفلوس وكتحاربوا؟ باش تحاربوا بطبيعة الحال يعني الناس في فرنسا وتحاربوا كيف ما كتعرفوا تقطعوا عليهم الضوء وتقطعوا عليهم الماء وتقطعوا عليهم الرزق تاعهم وتقطعوا عليهم ادواتهم وتبقاو يعني كيفاش؟ يعني ما فهمتش شنو هو المشكل تاعكم. هنا كيبان الضعف تاعكم، كتبان الهشاشه تاعكم رغم انكم كتقولوا اقوى مخابرات يعني اقوى مخابرات الفوسفات والصناعه وعنا دوله وحنا وفي الاخير كيخرج الشخص واحد مع الزوجه تاعو نحقهم يقولوا الراي تاعهم كما ان المغاربه اخرين معكم ومغاربه اخرين عندهم افكار تاعهم عندهم توجه تاعهم. ومع هادشي تنقولوا غير كاين بعض واقيلا ما نعرف، البعض اللي عرف راه كيخرج كينتقد، والبعض اللي ما عرف كيبقى ما عرفش وكيخرجوا كيقولوا الراي تاعهم يدعموا بوليزاريو ولا يدعموا الجزائر الراي تاعهم هذا. وهذه دعوه كذلك بطبيعه الحال الى حتى بطبيعه الحال هاد الناشطين على حال كاين في فرنسا وكاين في اسبانيا كاين بطبيعه الحال في جميع الدول باش هاد الناس خصوصا بطبيعه الحال فرنسا باش هاد الناس كيف ما قلنا على حال توفر لهم الحمايه، توفر لهم كيف ما قلنا على حال الحمايه من بعض الممارسات على الاتحاد سواء المخزنيه او سواء بطبيعه الحال بعض الممارسات تاع بعض الاجهزه اخرين بطبيعه الحال كيستعملوهم على الاتحاد كتستعملهم الدوله يعني مخزن ضد هاد الناس. يعني هادو ناشط سياسي تيقول الراي تاعو مع الجزائر ولا مع هذا لا يغير شيء مع الجزائر ولا مع المريخ ولا ما عرفت ما لا يغير شيء من المعادله. ياك نتوما مسيطرين هو تيقول الراي تاعو من حقو يقول الراي تاعو
مشيتو يعني الناس كتبغي ديروا ليهم زعما هذيك السياسه، ولا ماشي نتوما، كون غير نتوما، شي كون كنعرفوكم نتوما اللي كديروا هذاك الشيء غادي نقبلوه، نقولوا هاد الدوله هادي لا عندها الامكانيات باش، ولا كتستعملوا ناس اخرين، كتستعملوا يعني جهات في المخابرات الفرنسيه ولا جهات بطبيعه الحال في المخابرات، يعني بطبيعه الحال يعني بطبيعه الحال الصهيونيه ولا المخابرات الامريكيه ولا مخابرات اخرى بطبيعه الحال، ولا نيت في بعض الجهات بطبيعه الحال الجزائريه، مخابرات جزائريه بعض الاخرى كتخدموا بها حتى هما معكم، جهات بطبيعه الحال المخابرات الجزائريه معكم ضد بعض المعارضين كيف ما قلنا على اي حال، باش تقطعوا عليهم الضوء، تقطعوا عليهم الموت وتنتقموا منهم، وحنا نديروا لكم رانا زعما كاين هذاك كيقول زعما انه انتصار، هذاك الاستهزاء زعما انتصروا بطبيعه هذوك شرفاء، هذوك بطبيعه الحال هذوك الناس شرفاء، هذوك الناس كيخرجوا بطبيعه الحال كيقولوا الراي تاعهم، كيعارضوا هذا الشيء، هذه الممارسات داخل الدوله، هادو خص توفر لهم الحمايه، خصوصا بطبيعه الحال اليوم هادو اللي في فرنسا خص توفر لهم الحمايه، توفر لهم كيف ما قال على الاقل بطبيعه الحال الحمايه باش يقولوا الراي تاعهم بكل حريه، لان هذيك البلاد تاعنا محتاجه لهذا الشيء، هذيك البلاد محتاجه لهذا الشيء، محتاجه على اي حال لراي عام، محتاجه كيف ما قلت تحل امور كثيره على اي حال، ماشي اللي ناض كيهضر كيقول الراي تاعو ولا كيولي عدو تاعو، ماشي هما، لان اصلا هما لان لا عرفنا المسائل اللي فيها الاقتصاد وفيها الاموال وفيها هما راه عاضين في هذيك البلاد، عاضين بهاد الخلفيه الدينيه المنحرفه، وبهذا الشيء عاضين لان مستافدين من هذاك الواقع، لانهم مستافدين داكشي علاش عاضين، لان الا مشاو تفقدوا المغرب، الا فقدوا المغرب غادي يفقدوا، الا مشاو تفقدوا المغرب هادو اللي هاد السيطره دابا بطبيعه الحال كبيره في المغرب، الا مشاو تفقدوا المغرب غادي يفقدوا يعني واحد الوضع استراتيجي كبير، الا فقدوا المغرب مشاو تفقدوا المغرب، ما باش يفقدوا هادشي، باش في بعض الاحيان كيبقاو تكون شي مسائل اللي هي عاديه ولكن كيزيدوا هما بطبيعه الحال يعني ردود الافعال تاعهم ولا الطريقه باش كيتعامل مع ديك الوضعيه كتكون زائده ومبالغ فيها، شي كيبين لك الحجم تاع السيطره والحجم بطبيعه الحال تاع الاستفاده. المخزن هو اللي عارف هادشي، الطريقه باش كيتعاملوا مع المعارضين في الداخل والطريقه باش كيتعاملوا مع المعارضين في الخارج، الا وصلوا لهم اغلب المعارضين ما وصلوش لهم، بزاف عليهم وصلوا لهم، اغلب المعارضين ما يقدرش يوصلوا لهم، لان هما عارفين الحسابات تاعهم كيفاش دايره، عارفين حساباتهم كيفاش دايره، كيحقروا على شي جهه كيف ما قلنا على اي حال وصلوا ليها، ولا شراو شي جهه استخباراتيه شراوها بحال هكا بطبيعه الحال. هذا خصوصا بطبيعه الحال فرنسا راه خص فرنسا كيف ما قلنا على الحال توفر الحمايه لجميع على اي حال المعارضين او جميع الناشطين السياسيين كيف ما قلنا على الحال كيتحدثوا في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في اي مكان في العالم بطبيعه الحال. يعني هاد الناس محتاج ليهم الشعب المغربي المظلوم، محتاج لهم كيف ما قال الحال الشعب المغربي كيتفرضوا عليه بطبيعه الحال اجنده هو ما بغاش، يعني وما ولا الشعب عايش في هذيك البلاد كيف ما قلنا الحال عايش المسائل خصها تفرض عليه وخصو يقبلها بالسيف عليه ولا غادي يعاقبوه، خصك تفرض الطبيعه، يفرضوا عليك الطبيعه قبلوا، ما قبلتي غادي نجوعوك، سادين عليك الحدود من الشرق وسادين عليك الحدود من الفوق، والفيزا نعطوها من ما بغينا ومراقبينك، بغيتي قبلت الطبيعه وهذا ما بتقبلش الطبيعه غادي نجوعوك، غادي ننتقموا منك شر الانتقام، غادي نجوعوك. ماشي هذا هو الاسلوب دابا بطبيعه الحال باش كيتعاملوا مع الشعوب، هذا هو الاسلوب. هذا فاش كيهضر شي واحد في اي دوله محتاج نحن لا في كندا لا في امريكا لا في اسبانيا لا في فرنسا لا في المانيا لا في جميع الدول، كاع هاد الناشطين السياسيين كيف كيتحدثوا لابد من توفير كيف ما كتحل الحمايه لهم، على الاقل في الجانب كيف ما قلنا على شحال، على الاقل في الجانب تاع الكلام باش الكلام تاعهم يوصل، اما اصلا لا كل واحد كيتحمل المسؤوليه تاعو، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، ما تنقولوش حنا الحمايه الامنيه والحمايه، هادشي راه الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، حنا كندوروا على حسب الكلمه باش توصل، وهاد الناس كيف ما كتحمل يتعرضوا كيف ما تعرضت لهم بطبيعه الحال اليوم دنيا الفيلالي والزوج تاع علي تحال فرنسا، هاد الممارسات المخزنيه الصهيونيه الهمجيه اللي كيتعرضوا لها بطبيعه الحال في فرنسا ضدهم، علاش يعني كيخرجوا يقول الكلام تاعهم، حنا محتاجين الدنيا الفيلالي والف دنيا الفيلالي محتاجين بطبيعه الحال في العالم.
لان داكشي عندهم، هاد البلاد عندهم بطبيعة الحال هادشي كتير فيها بطبيعة الحال. ما كانوش بغاو حتى الازعاج، يعني بغاو ياكلوا بلا ازعاج، بغاو بطبيعة الحال النهب والسرقة والاكل، ما بغاو حتى الازعاج، ما بغاوش يزعجوا. حتى داك الازعاج ما كانوش قادرين عليه، الماكلة بلا ازعاج ولا ما يمكنش. المغاربة الأحرار في الخارج كيف ما قلنا على الاتحاد غيبقاو دائما سند من طبيعة الحال الشعب، وسند كيف ما قلنا على الاتحاد لكلمة الحق، وسند دائما بطبيعة الحال كلمة الحق كيف ما كان الحال، كيف ما كان الحال. واخا هادشي غير مؤثر، لأن عرفنا بطبيعة الحال الناس اللي حاميينكم، الناس المفركم للحماية، لا هما اللي عندهم هما اللي كيمتلكوا وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن فيهم الناس فيهم ناس تا هما كيف ما قلنا على الاتحاد مع الحق، مع رفع الظلم. فلهذا حنا مسألة وقت نقول أن الظلم غادي ترفع مع ديك المنطقة إن شاء الله بإذن الله. حنا كنتضامنوا، يعني كل تضامن مع يعني دنيا الفيلالي والزوج تاعها، كل تضامن على الحال مع الزوجة تاع يعني طبيعة الحال تاع 24، كل تضامن مع الناس بطبيعة الحال، مع يعني الناس الموجودين على الحال في السجون في الريف، يعني الناس تاع الريف الزفزافي على الحال والرفاق تاعو، وكل تضامن مع المعتقلين السياسيين على الحال الصحفيين، وكل تضامن مع كل مظلومين، كل مظلومين حنا كنتضامنوا معهم على اي حال. يعني فلهذا يعني كيف ما قلنا على اي حال، انا هذا الدوسي بصراحه بطبيعه الحال الملف تاع دنيا الفيلالي والزوج تاعها على اي حال ما كنتش كنعرفو، ما عرفتش حتى اليوم. دخلت شفت غير دخلت الصفحه تاعهم بطبيعه الحال على اليوتيوب وقريت بعض المعلومات، وبقيت كنشوف يعني كيف ما قلنا على اي حال شنو وقع لهم. يعني كنسمع يعني الاضراب على الطعام، كنسمع بطبيعه الحال يعني تمارست عليهم ممارسات بطبيعه الحال. اليوم بطبيعة الحال طلعت على الملف تاعهم، ما عرفتش انا كاع، انا ما كنتش عارف بطبيعة الحال شنو واقع اليوم بطبيعة الحال. وحنا كنا تابعنا كيف ما كتحل الدوسي تاعهم في الصين، المشاكل اللي وقعوا لهم بطبيعة الحال في الصين قبل ما ينتقلوا بطبيعة الحال لفرنسا بطبيعة الحال. فلهذا يعني تحياتي للجميع يعني متتبعي الكرام، الى كيف ما قلنا على الاتحاد التشكيل القادم ان شاء الله، وغادي نستمروا كيف ما قلنا في تحليل المواضيع تاعنا الاقتصاديه. هذا ما كيعنيش يعني حنا كنحلوا مواضيع اقتصاديه حتى داخل المغرب، يعني حتى داخل المغرب كنحلوا مواضيع اقتصاديه، ولكن حنا هادشي كنديرو بمنطق على اي حال دعم الشعب، وبمنطق كيف ما قلنا على حال المنفعه تاع الشعب، وبالمنطق كيف ما قلنا على حال عرفنا راه كاين جهه كتبني وجهه كتخرب داخل هذيك البلاد. كاين واحد الجهه بغات تبني وبغات تحرر وبغات تستقل بالقرار السياسي تاعها، وكاين جهه بطبيعه الحال كتفشل. هذا صراع كاين داخل هذيك البلاد بطبيعه الحال. فهذا حنا هاد التحالفات اللي كنشوفهم بطبيعه الحال اللي معقده عقدنا يعني ما كتبانش بطبيعه الحال في المستوى، ما كتبانش لنا اصلا في مصلحه تاع هذيك البلاد، ربما في مصلحه تاع النظام ولكن غتكون غاليه بزاف. مصلحه تاع النظام ولكن المغرب غادي يخسر بزاف، غادي يخسر كلشي ماشي غير بزاف. لهذا تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.